السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا تانية إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. تانية إعدادي اللي شاف الترم كان رخم شوية، منهج كبير ما كانش بيخلص. الحمد لله كل حاجة بتعدي. يلا بينا ننجز مع بعض كده. أول سؤال بيقولك الجذر 29 أكبر من الإكس وأصغر من الإكس زائد واحد. لما يجيلك السؤال ده كده حط جذر 29 على الآلة، هيطلع معاك 5 وشوية. المهم يعني الاكس على طول كده تبقى ب5 على طول. ليه؟ ان الاكس هنا ب5، وحط هنا الاكس طبعا برضو ب5. 5 زائد 1 كام؟ 6. فهي الجذر 29 دي ما بين ال5 وال6. ليه؟ لان هي طلعت لي على الآلة 5 وشوية. اللي وراها كيو اتحاد كيو شرطة، دي طبعا مين؟ الار. والار كانت كمان من سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية، وكانت كمان ار موجب اتحاد ار السالب اتحاد الصفر. السؤال التالت بيقول لي أي من الأعداد الآتية ليس عدد حقيقي. ليس عدد حقيقي. عندك أهو السالب تحت الجذر التربيعي مرفوضة، ده مش عدد حقيقي، يبقى الإجابة ج. السؤال الرابع طول ضلع مربع مساحته. طول الضلع بيساوي جذر المساحة. طول الضلع اللي هو ال بيساوي جذر المساحة. يعني جذر الكام؟ جذر الستة. قول لي بقى جذر الستة ده عدد إيه؟ ده عدد غير نسبي. طب أعرف منين يا مستر؟ حط جذر ستة على الآلة، دوس يساوي اس دي. لو لقيت طابور عيش يبقى ده كده عدد غير نسبي، يعني ما تقدرش تحطه على صورة بسط ومقام. السؤال الخامس بيقول لي ما مجموعة حل المعادلة. بص عايزك تعرف على طول اكس أس 2 زائد رقم بتساوي صفر، يبقى على طول الإجابة فاي. طب ليه؟ ودي الواحد بعكس الإشارة، يبقى اكس أس 2 بتساوي -1. خد الجذر التربيعي للطرفين. هينفع تاخد على الآلة جذر -1؟ لا، لأن قلنا السالب تحت الجذر التربيعي مرفوض. السؤال اللي وراه بيقول لي مجموعة الأعداد الحقيقية الغير سالبة. يعني إيه غير سالبة؟ يعني حاجتين، موجبة والصفر. طب الموجبة دي اللي هي من الصفر لحد الما لا نهاية، بس الصفر ده معايا بقى دلوقتي، الصفر بقى معايا، فبالتالي كده هقفله. يبقى مجموعة الأعداد الحقيقية الغير السالبة هتبقى صفر مقفول لحد الما لا نهاية اللي هي الإجابة ألف. طيب الغير موجبة بقى، الغير موجبة يعني السالبة والصفر. طب هي أصلا السالبة منين لمنين؟ من سالب ما لا نهاية للصفر. طالما الصفر بقى دلوقتي معايا يبقى هقفله. السؤال اللي وراه بيقول لي 4 و9 تقاطع 7 و10. بص احنا طالما أرقام مختلفة احنا بنضطر نعملها على خط الأعداد، ولكن برضو في طريقة بعيد عن خط الأعداد هقول لك تنجزها على طول يعني. آدي من 4 أهو لل9، والأربعة مقفول والتسعة برضو مقفول. وآدي من 7 ل10. طبعا ال10 بعد التسعة فلازم تكون بعد منها ناحية اليمين، والسبعة برضه هو الراجل قافلها والعشرة قافلها. بس التقاطع يعني الاتنين اللي في النص اهو، اللي هي المنطقة دي اللي هي من كام لكام؟ من 7 ل9 اللي هي الإجابة دي. طيب انت لو عايز الاتحاد خد أصغر رقم وأكبر رقم اللي هو ال4 ل10. أما لو عايز التقاطع خد الاتنين اللي في النص، اللي هو طبعا ما ينفعش تقول من 9 ل7 لأن الفترات لازم الصغير يتكتب الأول، فتبقى من 7 ل9. اللي وراها عطلك الاكس من سالب ما لا نهاية 3، عايز اكس مكملة. والله سهل، ادي عندك من سالب ما لا نهاية لل3 اهي، والتلاتة مفتوح. طيب ادي سالب ما لا نهاية، انت هتكملها الناحية التانية بقى لحد الموجب ما لا نهاية اللي هي الناحية دي. بس في حاجة بقى، التلاتة لو مفتوح خليها مقفول، ولو مقفول خليها مفتوح. يبقى من 3 مقفول لحد الما لا نهاية اللي هي الإجابة ج. السؤال اللي وراه بيقول لي من -1 فترة، من -1 للواحد فترة. بس السالب 1 مفتوح يعني مش معايا، وبرضه الواحد مفتوح يعني مش معايا. تقاطع الواحد والصفر والسالب 1، هما دول الاتنين دول كده اشتركوا فين؟ هل اشتركوا في السالب 1؟ لا، لأن السالب 1 هنا مفتوح فهو هنا مش معايا. هل اشتركوا في الواحد؟ برضه لا. ليه؟ لأن الواحد هنا مفتوح يعني مش معايا. الحاجة الوحيدة اللي اشتركوا فيها هي مين؟ الصفر. هتقول يا مستر هو الصفر هنا في الفترة موجود؟ انت الفترة من -1 لواحد دي انا عديت على الصفر في النص، يعني معنى كده ان الصفر موجود هنا وهنا، يعني الإجابة د. الفترة التي تعبر عن 2 و5 مفتوح اتحاد يعني ضم، يعني خد عندك 2 و5.
فهو هنا الفترة كانت 2 و5 فترة مفتوحة يعني مش معايا، فأنا لما أقول لك خد معاك 2 و5 أكيد هتتقفل، لأن هما كده بقوا معايا، يعني الإجابة ألف. لسه قايلين الار من سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية اللي هي الإجابة ج. وخلي بالك بالله عليك ما تختار التقاطع ولا ار موجب اتحاد ار سالب، بس دي كده محتاجة كمان اتحاد الصفر، فاوعى تختارها بالله عليك. اللي ورا الار السالب لسه قايلين الأعداد السالبة يعني من سالب ما لا نهاية للصفر مفتوح، أما لو كانت غير موجبة يبقى الصفر هقفله، هي يعني إجابة اللي هي الإجابة ب. اللي وراها 2 و5 ال A ينتمي ل2 و5 فترة مفتوحة، يعني ال A يمكن أن يساوي الكام؟ لا ينفع 2 ولا ينفع 5 لأن ال2 و5 مفتوحين. طيب ولا ينفع الواحد لأن أنا بقول لك أنا بدايتي من الاتنين وطالع لحد الخمسة، فمين اللي عدى عليهم كده؟ اللي هي الأربعة. ما مجموع الأعداد الحقيقية؟ خلي بالك من السؤال ده، يعني بيقول لك اجمع لي كل الأعداد الحقيقية في الفترة دي. عندك من سالب 75 وموجب 75 هتجمعه وهيديك صفر، طب سالب 74 وموجب 74 هيديك صفر، وهكذا بقى. سالب 73 وموجب 73 هيديك صفر. فأنت لما تيجي تجمع كل الأعداد في الفترة دي كل عدد هيروح مع معكوسه الجمعي، يبقى الإجابة هتطلع صفر. بس خلي بالك بقى، افرض لو عملها كده سالب 75 و75 مقفول، طيب اللي في النص اللي هو السالب 74 هيروح مع الموجب 74 وكله هيروح مع بعض، انما هنا السالب 75 فترة مفتوحة مش هتروح، مش هتروح. ليه؟ لان السالب 75 مش معايا، فبالتالي مش هتروح مع الموجب 75، فبالتالي ساعتها هختار الإجابة 75. طب افرض كان عملها كده من سالب 75 مقفول، يعني السالب 75 معايا انما ال 75 مفتوح، فبالتالي السالب 75 دي معايا مش هتروح مع حد، مش هتروح مع الموجب 75. ليه؟ لأن الموجب 75 مفتوح فهي مش معايا أصلا، فبالتالي ساعتها هختار السالب 75. يعني ملخص الكلام، لو لقيت ال 75 بس هي اللي مقفولة اختار ال 75، لو لقيت السالب 75 بس هي اللي مقفولة اختار السالب 75، أما لو لقيتهم الاتنين مقفولين شبه مسألتنا دي يعني الإجابة صفر. السؤال اللي وراه بيقول لي اكس تنتمي لسالب 3 او 4 فعايز اكس تربيع. بص هقول لك على حاجه، اكس تربيع دي بترفض السوالب، فما ينفعش انك تقول لي اصل سالب 3 اس 2 ب9 و4 اس 2 ب16 وتختار الاجابه الف، لا الكلام ده مش مظبوط. الاكس تربيع اصلا بترفض السوالب، يعني من سالب 3 لحد الصفر كل ده مرفوض بالنسبه لها. يعني بالنسبه لها الاكس اس 2 دي بتبدا من الصفر للاربعه، فصفر أس 2 بصفر، والأربعة أس 2 دي ما عندناش فيها مشكلة لأن ده موجب، يبقى صفر 4 أس 2 بكام؟ ب16 اللي هي الإجابة ج. فخلي بالك إكس أس 2 الأس 2 بترفض السوالب، فبالتالي هنا دي سالب 3 دي بالنسبة لك كأنها مش موجودة. من سالب 3 لحد الصفر كل دي عدد سالبة مش موجودة، احنا بدايتنا الحقيقية من الكام؟ من الصفر، فصفر أس 2 بصفر وأربعة أس 2 بكام؟ ب16. سؤال 16 اهبده على الآلة على طول هيطلع معاك الإجابة د. سؤال 17 برضه ممكن تحطه على الآلة، بس احنا هنشتغل عادي كأنه مقالي. اضرب كده، المنظر ده كنا بنضرب في المرافق او اللي هو صاحبه، قلنا يعني كلمة مرافق دي ما تقولهاش يعني. فهنا ده جذر 5 ناقص جذر 2، وهنا برضه جذر 5 ناقص جذر 2، اعتبرها مقالي. فهنا ده لو زائد يبقى انت هتضرب في الناقص، لو ناقص هتضرب في الزائد. طيب بنكمل ازاي بقى؟ اضرب بسط في بسط مقام في مقام، نزل التلاتة الزقها في جذر 5 ناقص جذر 2، وتحت جذر 5 في جذر 5 ب5، وموجب في سالب يديني سالب، جذر 2 في جذر 2 ب2. طب ما 5 ناقص 2 ب3 هتروح مع التلاتة اللي فوق، اتبقى لك جذر 5 ناقص جذر 2 اللي هي الإجابة ألف. طبعا ممكن تحطها على الآلة مفيش مشكلة طالما ده سؤال اختر. اللي وراها معكوس الضربي، معكوس الضرب بنشقلب، هي على واحد شقلب، يبقى 1/3 - 2. كذلك برضه ممكن أحطها على الآلة، وممكن بقى ان انا اشتغل عادي مقالي، جذر 3 زائد 2 فوق، جذر 3 زائد 2 تحت. اضرب بقى بسط في بسط، واحد افتح قوس جذر 3 زائد 2، وتحت جذر 3 بجذر 3 ب3، سالب في موجب بسالب، 2 في 2 ب4. خلي بالك 3 ناقص 4 سالب واحد، فماشي الواحد هيروح مع الواحد بس في إشارة سالب اتبقت لي لأن 3 ناقص 4 سالب واحد. السالب دي بقى وزعها لي هنا وهنا، فهتبقى سالب جذر 3 وسالب جذر 2 اللي هي أنه إجابة؟ اللي هي الإجابة ج.
خلي بالك انا طلبت المعكوس الضربي. لو طلبت المعكوس الجمعي غير الاشارات. دي جذر 3 بالموجب هتخليها بالسالب، ودي سالب 2 هتخليها بموجب 2. يبقى سالب جذر 3 زائد 2. طب لو ما لقيتهاش في الاختيارات كده، هتلاقي هي الاتنين بالموجب صح، هتلاقي الاتنين هي الاول، وبعد منها جذر 3 بالسالب هتبقى 2 ناقص جذر 3، اللي هي الإجابة ألف. يعني ده لو في حالة طلب المعكوس الجمعي. اللي وراها ممكن تضايقك على الآلة شوية، بس خليك أعرفها عشان المقالي برضو. لما تلاقي كسر تحت الجذر، مش كسر بره، كسر تحت الجذر، دخل الخمسة جوه بس ضربها في نفسها 3 مرات. 3 مرات عشان ده جذر تكعيبي، إنما لو جذر تربيعي اضربها في نفسها مرتين. فهيبقى الجذر التكعيبي كده، الخمسة ضربها في نفسها 3 مرات هتبقى 125. في كام فوق؟ في واحد. على كام تحت؟ 5. 125 على الخمسة فيها ال25. يبقى الجذر التكعيبي لل25 اللي هي الإجابة ج. السؤال اللي وراه عاوز ال A بكام؟ طيب عادي، أنا ممكن أضرب مقصات. أدي الجذر إيه أهي، اركنها لي على جنب. أضرب ده في ده على ده، يعني جذر 3 في جذر 6 على جذر 2. هيطلع معايا التلاتة. خلي بالك اوعى تختارها، اصبر، دي جذر ايه. طب اضيع الجذر ازاي؟ ادي له اس 2 هنا واس 2 هنا. فتلاتة اس 2 بكام؟ ب9، اللي هي الاجابة د. السؤال اللي وراه لما تلاقي اكس على رقم بتساوي في الاخر واحد، يبقى الاكس هو الرقم ده. يعني الاكس كده ب3 جذر 2. طب جت ازاي؟ بص، اكس على 3 جذر 2 بتساوي واحد. فكك من الواي دلوقتي، الواحد ده واحد على واحد. فانا لو عايز اجيب الاكس هضرب ايه؟ واحد في 3 جذر 2 على الواحد، هيطلع معايا 3 جذر 2. عشان كده بقول لك ريح نفسك، طالما بتساوي واحد يبقى الاكس بتساوي الرقم اللي تحت منها. بس الكلام ده لو بتساوي واحد بس، والواي هتساوي 2 جذر 5. بس الموضوع انتهى. عاوز اكس اس 2 زائد واي اس 2، يعني اعمل ده اس 2 زائد ده اس 2. ممكن اعملها على الآلة مفيش مشكلة. اللي فوق دي ب18 واللي تحت دي ب20. 18 زائد 20 يديني كام؟ 38. اللي وراها طالما جنب منها ضرب تخلص منها بالقسمة، اوعى توديها بعكس الإشارة. يعني اقسم هنا على جذر 2، اقسم هنا على جذر 2. دول راحوا مع بعض. واحد على جذر 2، يعني الايه بتساوي واحد على جذر 2، بس هل موجود؟ لا. ممكن احطها على الآلة، هيطلع معايا جذر 2 على 2 اللي هي الإجابة د. السؤال اللي وراه معادلة عادية جدا، أو يعني بص هقول لك على حاجة. جذر 5 مع جذر 5 مع جذر 5 راح. كام ناقص 4 يديك 3؟ 7. أو ودي السالب 4 بعكس الإشارة، يعني ال A بتساوي 3 زائد 4 هيدي لك 7. السؤال اللي وراه ممكن تجرب على الآلة برضو. 2 جذر 3 أس كام يديك 12. لو جربت على الآلة 2 جذر 3 أس 2 هيدي لك 12. اللي وراها ده واحد جذر تكعيب الخمسة زائد 3 حاجة بيساوي 4 جذر تكعيب الخمسة. بالله عليك هيكون ايه؟ ما هو واحد زائد 3 طلعت ب4، وهنا جذر تكعيب الخمسة وهنا جذر تكعيب الخمسة، أكيد برضو هنا هيكون جذر تكعيب الخمسة اللي هي الإجابة ج. المعكوس الجمعي، قلت لك المعكوس الجمعي غير الإشارات، يعني هي 7 على جذر 7 هتخليها سالب 7 على جذر 7. بس هل ده موجود؟ لا. يبقى حطه على الآن. هيطلع معاك سالب جذر 7 اللي هي الإجابة ج. معكوس الضربي لسه قايل لك ده على الواحد. طلع الواحد فوق ونزل الجذر 50 تحت. هل ده موجود؟ لا. حطه على الآن. هيطلع معاك جذر 2 على 10 اللي هي الإجابة ألف. اللي وراها جذر 5 جذر 20. ال20 دي لو حطيتها على الآلة هتديك 2 جذر 5. جذر 45 هتدي لك 3 جذر 5. جذر 80 هتدي لك 4 جذر 5. يبقى أكيد اللي وراه إيه؟ أكيد اللي وراه 5 جذر 5. ما هو الأولانية جذر 5، 1 جذر 5، يعني 2 جذر 5، 3 جذر 5، 4 جذر 5. يبقى أكيد اللي وراه 5 جذر 5. لو أنت جيت حطيت على أهي ده 5 جذر 5 موجودة أهي، اللي هي الإجابة دي. نصف العدد. نصف العدد يعني اقسم على الاتنين. الاتنين دي 2 أس كام؟ أس واحد. أي رقم في الدنيا بيبقى أس واحد. إحنا في القسمة بنطرح الأسس. دي 2 ودي 2، نزل الاتنين، و10 ناقص 1 يدي لك كام؟ 9 اللي هي 2 أس 9. ممكن تعمل حاجة تانية. 2 أس 10 اقسمها على 2 على الآلة هيطلع رقم معفن كده كبير، وحط على الآلة برضه 2 أس 9 هيدي لك نفس الرقم المعفن ده. اللي وراه ممكن
تحط على الآلة الكلام ده كله يطلع معاك 1024. ولو حطيت 2 أس 10 على الآلة برضو هيطلع معاك 1024. طيب لو انت عايز تفهم جت ازاي، بص كده، دي 2 أس 8 زائد 2 أس 8. نعمل ايه؟ كنا بنعمل ايه في الاعدادي؟ بنمسك الأس ونجمع عليه واحد تطلع معاك 2 أس 9. وكذلك دي برضو 2 أس 8 زائد 2 أس 8 يطلع معاك 2 أس 9. طيب ما دول نفس الفكرة، جمع برضو. نزل الاتنين واجمع الأس واحد، 9 زائد واحد يديلك كام؟ 10. اللي وراها مهمة جدا، رقم 31 دي. 3 أس إكس بخمسة، عايز 3 أس إكس زائد 2. وزع، مرة 3 أس إكس مرة 3 أس 2. بص أهي، مرة 3 أس إكس مرة 3 أس 2. طبعا ما بينهم علامة الضرب، لأن هنا هو جمع الأسس وأنا في الضرب بجمع الأسس. طيب مرة راجع عطلك دي، 3 أس إكس بكام؟ بخمسة. يبقى 5 ضربها في 3 أس 2 اللي هي 5 في 9 ب45. اللي وراها 3 أس إكس زائد 3 بتساوي واحد. هو 3 أس كام بواحد؟ مفيش حاجة تطلع لك واحد غير 3 أس صفر. يعني معنى كده ان اكس زائد 3 دي غصب عني وعنك لازم اساويها بالصفر، ودي التلاتة بعكس الاشارة، يعني الاكس بتساوي -3. اللي وراه اكس ناقص 3، خلي بالك من السؤال ده عشان فيه خدعة. اكس ناقص 3 اس صفر بتساوي واحد. يبقى الاكس بتساوي كام؟ بص، اي حاجة في الدنيا اس صفر بواحد، ما عدا الصفر نفسه. مفيش حاجة اسمها عندي صفر اس صفر. مفيش حاجة اسمها صفر اس صفر. يعني انا اعتراضي ان الرقم اللي تحت ده يطلع معاك بصفر. فلو حطينا، بص الاختيارات كده كلها بتتكلم على 3 وسالب 3 وكده. لو حطينا مكان الاكس 3، هتبقى 3 ناقص 3 كام؟ صفر. وصفر أس صفر قلنا دي الوحيدة اللي مش بتساوي واحد. يبقى أنا ينفع أحط مكان الإكس أي رقم في الدنيا مهما كان هو من أعداد الآر، ما عدا التلاتة دي. ما عدا التلاتة دي هتعمل لي مشكلة، لأن 3 ناقص 3 صفر، وصفر أس صفر ده ما ينفعش أصلا، ما بيساويش الواحد. يبقى كده الإجابة R، أي عدد حقيقي ما عدا التلاتة. اللي وراها 3 أس 6 زائد 3 أس 6 زائد 3 أس 6، لسه قايل لك طالما جمع امسك الأس واجمع عليه واحد، يعني إكس زائد واحد اللي هي الإجابة ب. اللي وراها ممكن تحطها على الآلة أو أنت ممكن تحسبها دماغك. أي حاجة أس صفر قلنا بكام؟ بواحد. ناقص 7 فوق، تحت أي حاجة أس صفر بكام؟ بواحد. واحد ناقص 7 يديلك -6. 36 بيقول لي ما ربع العدد. ربع العدد يعني اسمع الأربعة، زي من شوية كان نص العدد يسمع الاتنين. طب الأربعة دي 4 أس كام؟ 4 أس واحد. في القسمة نطرح الأسس، 20 ناقص واحد يديلك 19 اللي هي الإجابة ب. ما أربعة أمثال؟ أربعة أمثال دي يعني بقول لك اضرب في 4، يعني 2 أس 8 دي اضربها لي في 4. طيب ما أنا ممكن أخلي الأربعة دي إيه؟ أخلي الأربعة دي 2 أس 2، صح؟ مش أنا في الضرب بجمع الأسس، هنزل الاتنين، 8 و2 كام؟ 10. ممكن تعمل 2 أس 8 في 4 هيطلع برقم، وتعمل 2 أس 10 هتلاقي طلعت بنفس الرقم. ما سدس العدد؟ سدس العدد دي برضو يعني نقسم على الستة، زي الربع اسم على الأربعة، زي النص اسم على الاتنين. طيب لو أنا عايز أعملها بدماغي، أدي 2 أس 12 في 3 أس 12، تحت دي 6 صح؟ مش الستة تتفك 2 في 3؟ أي نعم. طب الاتنين دي أس واحد وتلاتة دي أس واحد. طيب نشتغل بقى الاتنين مع بعض. في القسمة أنا بطرح الأسس، 2 أس 12 على 2 أس واحد يديلك 2 أس 11. في 3 أس 12 على 3 أس واحد اطرح الأسس هتبقى 3 أس 11. طيب طالما الأسين شبه بعض، هنا 11 وهنا 11، اضرب بس الرقمين، 2 في 3 الكلام ده كله أس 11. 2 في 3 بكام؟ 2 في 3 ب6 أس 11 اللي هي الإجابة ج. ممكن إنك تحط ده كده على الآلة هيطلع معاك برقم، وحط الستة أس 11 هتلاقي طلع معاك نفس الرقم لو أنت مش عايز تعمل الكلام اللي أنا عملته ده. ما خمس، خمس دي يعني اسم على الخمسة. طيب بس هنا العملية فيها جذر تكعيبي، زي ما قلت لك يفضل تبعد عن الآلة. هنا الجذر التكعيبي للخمسة أس 6. هنا بنقسم الأس على الدليل، يعني بنقسم 6 على 3 فيها الكام؟ فيها الاتنين، يعني 5 أس 2. حتى انت لو حطيت دي على الآلة زي ما هي كده هتطلع معاك 25 على الآلة. ليه؟ بقسم الأس على الدليل، 6 على 3 فيها الاتنين، يبقى الكلام ده 5 أس 2. هو عايز الخمس، يعني اقسم على الخمس. طيب
5 أس 2 على 5 أس 1 هيبقى فيها الكام؟ فيها الخمسة بس. وممكن برضو، لا دي ممكن تتعامل على الآلة عادي. حط ده على الآلة هيديلك 25. هو عايز خمسها، اضرب 25 في خمسة يديلك 5. يعني لا، السؤال ده ينفع على الآلة عادي. اللي وراها لسه معدين على فكرتها. وزع مرة 2 أس إكس مرة 2 أس 1، مرة 2 أس إكس مرة 2 أس 1. طالما هو جمع يبقى أنت ضرب، لو طرح يبقى أنت اسمه. طب 2 أس إكس بكام؟ ب3. يبقى 3 في 2 أس 1 اللي هي 2. 3 في 2 بكام؟ ب6. اللي وراه واضح جدا إن في عامل مشترك اللي هو الإي زائد البي. حطه في قوس ونزل الباقي في قوس اللي هو الإكس زائد واي. أنه إجابة اللي هي الإجابة ب. ما العامل المشترك الأكبر بين الحدود دي؟ والله أنت عندك 12 4 في 3 وال8 4 في 2. خد الأربعة عامل مشترك. عندك إكس أس 2 وإكس، إحنا بناخد أصغر أس عامل مشترك، يبقى الإجابة 4 إكس. اللي وراها إكس أس 2 واي ناقص إكس واي أس 2. واضح إن الإكس والواي عامل مشترك. إكس أس 2 على إكس فيها الإكس، واي مع واي راحت، ناقص إكس مع إكس راحت، واي أس 2 على الواي فيها الواي. اللي هي أنه إجابة اللي هي الإجابة. اللي وراها العامل المشترك الأكبر نفس الفكرة. ال 12 6 في 2 والستة 6 في 1. خد الستة عامل مشترك. ناخد إكس أس 3 ولا إكس أس 2. بناخد أصغر أس اللي هو الإكس أس 2 اللي هي الإجابة ب. مجموعة حل المعادلة دي بالله عليك متودي بعكس الإشارة، لأن أصلا هنا في إكس وهنا في إكس. خد الإكس عامل مشترك. إكس أس 2 على إكس فيها الإكس زائد 25، والإكس مع الإكس راحت. طالما بتساوي صفر هتقسم المسألة نصين. مرة الإكس دي هتساوي الصفر، ومرة الإكس زائد 25 هتساوي الصفر. فهتودي ال25 بعكس الإشارة، فهتبقى -25. يعني الإجابة صفر وسالب 25 اللي هي الإجابة دي. 46 بيقول لي إذا كان إكس ناقص 1 هو أحد عاملي. تشوف أحد عاملي دي يعني حل العادي خالص. آدي الإكس أس 2 إكس في إكس، التلاتة 3 في 1، إشارة سالب وسالب في موجب بسالب. طبعا إكس ناقص 1 هي موجودة، يبقى أنت هتختار إكس ناقص 3 الإجابة د. بيقول لي إكس أس 2 زائد 7 إكس زائد بي قابلا للتحليل، يعني ينفع يتحلل. جرب الاختيارات. حط مكان البي 3. هل التلاتة دي 3 في 1 هل جمعهم ب7؟ لا، يبقى 3 غلط. الأربعة دي 4 في 1 هل جمعهم ب7؟ لا، يبقى الإجابة غلط. ال18 دي، ال18 والله 9 في 2 هل جمعهم ب7؟ لا. أو 6 في 3 برضو مش جمعهم ب7، يبقى ال18 غلط. إنما -18 دي ما بقتش زائد، كده كده تطرحهم. ال18 9 في 2 وطرحهم ب7، يبقى هي فعلا -18. إجابة مظبوطة. مجموعة حل المعادلة. واضح إن المنظر ده يتحلل. فإكس أس 2 إكس في إكس، ال16 8 في 2 عشان طرحهم ب6، إشارة سالب وسالب في سالب بموجب. يعني الإكس بتساوي 8، الإكس بتساوي -2. 8 وسالب 2 اللي هي الإجابة ج. اللي وراه أحد عاملي، قلت لك يبقى حلل على طول. بس دور الأول على عامل مشترك. هنا 7، هنا 34، هنا 5. مفيش عامل مشترك، يبقى أنت هتشتغل غير بسيط. اضرب ال7 في 5، يبقى إكس أس 2 ناقص 34 إكس ناقص 7 في 5 ب35. حلل يا سيدي المنظر ده. إكس أس 2 إكس في إكس، ال35 35 في 1 عشان طرحهم ب34، إشارة سالب وسالب في سالب بموجب. ارجع تاني اقسم على ال7، ارجع تاني اقسم على ال7. 35 على ال7 فيها ال5، وهنا حط ال7 جنب الإكس. 7 إكس زائد 1. إكس ناقص 5 أصلا الراجل هو كاتبها لك، يبقى أنت هتختار 7 إكس زائد 1 اللي هي الإجابة ب. اللي وراها مربع كامل. فأنت عندك 3 قوانين المربع الكامل. هو عايز الكي هنا في الحد الأول. فقانون الحد الأول الأوسط اللي هو 20 إكس عليها أس 2 على 4 في الحد التالت اللي هو 25. 20 أس 2 عندك ب400 على 100 فيها ال4 إكس أس 2. طبعا هو راجل كاتب لك أصلا إكس أس 2، يبقى أنت هتختار ال4. برضه نفس الكلام مربع كامل. البي هنا المرة دي الحد الأوسط موجب أو -2 في جذر الأول اللي هو 9 إكس أس 2 في جذر الأخير اللي هو جذر 1. 2 في 3 ب6، 6
6 يبقى موجب أو سالب 6 اللي هي الإجابة ج. مربع مساحته 9 إكس أس 2 زائد 48 إكس زائد 64، فإن طول ضلعه، مش إحنا لسه قايلين من شوية طول الضلع بيساوي جذر المساحة؟ فإحنا هناخد من الآخر جذر المساحة اللي هو جذر ده. فباخد جذره إزاي؟ يعني من الآخر اللي هو حلله هتلاقيه إن هو مربع كامل من الآخر يعني. بمعنى أنت حلل ده عادي خالص. عندك هنا أولا في 9 وهنا في 64، فكده احتمال إن هو يكون مربع كامل، لأن ده ليها جذر ودي ليها جذر، فأعمل 2 في جذر ال9 في جذر ال64 يديني 48، يبقى هو فعلا مربع كامل. بنتعامل معاه ازاي؟ قوس أس 2 جذر الأول جذر الأخير، جذر ال9 3 جذر الإكس أس 2 إكس زائد جذر ال64 8. أنا بقى زي ما قلت لك عايز طول الضلع، أنا كده حللت المقدار نفسه اللي هي المساحة، عايز طول الضلع خد الجذر. طب الجذر مع الأس 2 بيروحوا مع بعض، يبقى يتبقى لك 3 إكس زائد 8 اللي هي الإجابة ج. برضو نفس الكلام مربع كامل، يبقى أنت هتشتغل قانون الحد الأوسط لأن الناقص هنا في النص. موجب أو سالب 2 في جذر الأول اللي هو 9 واي أس 2 في جذر الأخير اللي هو 16. فاتنين في 3 ب6، 6 في 4 ب24، موجب أو سالب 24 جذر الواي أس 2 واي. طبعا هو مش كاتب موجب أو سالب، هو كاتب 24 واي بس، مفيش مشكلة، يبقى هي الإجابة ب. اللي وراه واضح إن الإكس متكررة، فناخدها عامل مشترك الأول. إكس أس 3 على إكس، إكس أس 2، إكس مع إكس راحت وهنزل الواحد. طب ما ده يتحلل فرق بين مربعين، إكس أس 2 إكس في إكس، الواحد واحد في واحد، واحدة سالب واحدة موجب، أنه إجابة يا سيدي اللي هي الإجابة د. خلي بالك لو دي كانت إكس أس 2 زائد 25 كنت هختار فاي وأنا ساكت، إنما دي ناقص لأ عادي، ودي السالب 25 بعكس الإشارة، يعني إكس أس 2 بتساوي 25. خد الجذر التربيعي للطرفين، يبقى الإكس بتساوي جذر 25 5. بس ما تنساش طالما أس 2 أو أس زوجي عامة بنحط الموجب أو السالب اللي هي الإجابة ألف. اللي وراها ممكن تحطها على الآلة أو ممكن تحللها فرق بين مربعين. 75 أس 2 75 في 75، 25 أس 2 25 في 25، واحدة سالب وواحدة موجب. 75 زائد 25 ب100، 75 ناقص 25 ب50، 100 في 50 ب5000. اللي وراها واضح ان هي متحلله قوس صغير قوس كبير، يبقى اكيد هي اس 3. مين الوحيده اس 3 هنا؟ بس هي الاجابه الف. اللي وراها طالما 4 حدود يبقى تحليل بالتقسيم، خد كل 2 مع بعض. مين هنا نتكرر؟ والله الاكس، لما انت اخدت الاكس ايه اللي اتبقى لك؟ 2 ايه زائد البي. طيب مين هنا متكرر؟ الواي، ايه اللي اتبقى لك؟ 2 ايه زائد البي. طالما القوسين دول طلعوا شبه بعض يبقى انت شغال صح. خد قوس فيهم عامل مشترك ونزل الباقي في قوس، يعني 2 a زائد b x زائد y اللي هي الإجابة ب. نفس الفكرة اللي وراها، هتاخد كل 2 مع بعض، خد دول مع بعض كده وخد دول مع بعض. طيب هنا هناخد أصغر أس عامل مشترك اللي هو الواي أس 2، x أس 3 على x، y أس 3 على y أس 2 فيها الواي، زائد y أس 2 مع y أس 2 راحوا، هنزل الواحد. طب هل دي فيها عامل مشترك؟ لأ، خلاص نزلها زي ما هي. طالما القوسين شبه بعض يبقى انت شغال صح، بس هنا خلي بالك في واحد، خد قوس فيهم عامل مشترك ونزل الباقي في قوس اللي هو واي أس 2 زائد الواحد، أنه إجابة اللي هي الإجابة ج. عند إكمال المربع إكس أس 4 زائد 16 فإننا نضيف، واضح كده إن هو عايز الحد الأوسط، فهو هيبقى موجب أو سالب 2 في جذر الأول اللي هو إكس أس 4 في جذر الأخير اللي هو 16. يبقى موجب أو سالب 2 في جذر 16 ب8، وجذر إكس أس 4 إكس أس 2 اللي هي الإجابة د. 61 خلي بالك إكس زائد واي ب5. طبعا الإكس دي وعليها واحد والواي عليها واحد. هنا إكس أس 2 ناقص واي أس 2 ب10. عاوز الواي ناقص إكس. قلت لك يعني أنت ممكن تحللها، وممكن اللي هو عايز الكبير اضرب عايز الصغير اقسم. فواضح هنا إن هو عايز الصغير عشان الكبير موجود أهو ب10.
طيب فهنقسم العشرة على 5 فيها الاتنين، بس خلي بالك دي اكس واي دي اكس واي، انما دي هنا واي اكس قلبها خد السالب، يعني عامل مشترك من الاخر. فما تختارش الاتنين، اختار السالب 2. اللي وراها برضه نفس الكلام، اكس ناقص واي ب2، اكس اس 2 ناقص واي اس 2 ب8. احنا كده عاوزين مين؟ عاوزين اكس زائد واي. كده احنا عاوزين الصغير ولا الكبير؟ الصغير. عايز الصغير اقسم. اقسم 8 على 2 فيها الأربعة. بس الراجل ما طلبش اكس زائد واي، طلب الوسط الحسابي للعددين اكس واي. هو الوسط الحسابي مجموع القيم على عددها، يعني اكس زائد واي على الاتنين. طب ما انت جايب اكس زائد واي بكام؟ بأربعة. 4 على الاتنين فيها الاتنين. نخش بقى على الهندسة. بيقول لك الاي بي يتطابق مع الاكس واي. يعني ايه يتطابقوا؟ يعني قد بعض. فبيقول لك اطرحهم هيطلعوا بكام؟ اكيد بصفر، يعني ما هم قد بعض. اللي وراه الاكس تتطابق مع الواي، يعني الاكس قد الواي. الاكس تتمم يعني مجموعهم 90، لو تكمل مجموعهم 180. طب بالله عليك، طالما مجموعهم 90 يبقى كل واحدة فيهم هتاخد كام؟ اكيد 45. لو هي تكمل اكيد مجموعهم 180، يعني كل واحدة فيهم هتبقى 90. السؤال اللي وراه بيقول لي المضلع ده يتطابق مع المضلع ده، فعايز الاكس زائد الواي. طيب انا واضح كده ان الاتنين اكس هساويها بالستة. ادي 2 اكس بتساوي 6، اقسم على الاتنين، اقسم على الاتنين. 6 على 2 فيها التلاتة. وواضح ان الواي زائد واحد هساوي بالتمانية. الواي زائد الواحد هساوي بالتمانية، ودي بعكس الإشارة، 8 ناقص واحد 7. يعني الإكس ب3 والواي ب7، فمفروض إن هو بيقول لي اجمعهم، فيطلع معايا كام؟ يطلع معايا 10. اللي وراها مهمة. أنت عندك الزاوية دي تتطابق مع الزاوية دي. أدي أول حاجة. تاني حاجة الضلع ده قد الضلع ده. تالت حاجة الضلع ده قد الضلع ده. خلاص، في 3 حاجات من هنا، إن هما ضلعين وزاوية محصورة يتطابقوا مع ضلعين وزاوية محصورة من هنا، يعني إذا إن المثلثان متطابقان. طيب التلاتة إكس هتساوي بالكام الأول؟ التلاتة إكس هتساوي بالتسعة. اقسم على التلاتة، اقسم على التلاتة. 9 على التلاتة فيها التلاتة. طيب أنت جبت الإكس ب3. نعرف نجيب الإف إي ولا لأ؟ مستر، ما هو الإف إي عبارة عن 2 في إكس زائد واحد. يعني 2 في 3 زائد واحد يطلع معايا ب7. معنى كده إن الإف إي ب7. بس هل الراجل طلب إف إي؟ طلب السي بي. طب ما هو بالله عليك، طالما الاف اي ب7 اكيد السي بي برضه بكام؟ ب7. يبقى الاجابه الف. الزاويه 30 في مثلث قائم. بالله عليك اوعى مثلث 30 60. طالما في زاويه قايمه وفي زاويه 30، الضلع اللي في وشها بنص الوتر. طب هو فين الوتر الاول؟ روح دور على القايمه في وشها، اهو الوتر، اهو الوتر. فالضلع اللي في وشها 4 سنتي، يبقى اكيد الوتر كان بكام؟ ب8. ما هو ليه؟ لان الضلع اللي في وش زاويه 30 هو اللي بنص الوتر. الوتر ده حاجه كبيره، اكبر الاضلاع طولا. فبالتالي الاربعه نص الكام؟ نص التمانية، او اضرب في اتنين يعني. بس خلي بالك، ما اوعى تروح تختار التمانية لو موجوده، يعني هو طلب الاي بي اصلا. طب ما هو ده مثلث قائم، انا عشان اجيب الاي بي هطبق جدك فيثاغورس. طبعا ده ضلع، يبقى هطرح 8 أس 2 ناقص الأربعة أس 2. هيطلع معايا الإجابة ألف 4 جذر 3. اللي وراها مساحة المثلث. مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع. القاعدة هنا اللي هي السي بي. هل سيادتك معاك القاعدة؟ لا. بس ده برضه مثلث قائم، هطبق فيثاغورس عشان اجيب السي بي. يعني جذر 10 أس 2 ناقص، لأن ده ضلع، 6 أس 2. فيطلع معايا بكام؟ يطلع معايا ب8. يبقى مساحة المثلث نص في القاعدة اللي هي 8 في الارتفاع اللي هي 6. يطلع معايا ب24. الإجابة دي. اللي وراه بيقول لي في المثلث إذا كان ال AB أس 2 بيساوي AC أس 2 زائد ال BC أس 2. طبعا دي واضح قوي إن هي نظرية فيثاغورس أصلا. طيب يبقى C دي زاوية إيه؟ بص بص. طالما هنا جمع، يبقى أنت كده بتجيب الوتر صح؟ يبقى مين الوتر هنا؟ اللي هو ال AB. طيب يبقى زاوية السي اللي في وشه، مش احنا بنقول الزاوية القايمة على طول بيبقى في وشها الوتر؟ خلاص، ال AB في وشها السي، يبقى على طول السي ب90 درجة. طب لو عايز ارسم عشان اوضح، ادي اهو ده المثلث A B، اسف هنا اي سي بي.
فهو انت عندك الزاوية قايمة عند السي، وهو انا لو عايز الوتر اللي هو الاي بي هجمع الاي سي اس 2 زائد البي سي اس 2، يبقى اصبح ده كده الوتر. فانا لو عايز الوتر بجمع. طيب كده انا فهمت الاي بي ده هو الوتر، يبقى اكيد في وشه الزاوية القايمة اللي هي السي. فمن غير رسمة انا قلت لك ممكن تجيبها على طول اصلا. أي من الأعداد التالية تمثل أطوال أضلاع مثلث قائم؟ سواء مثلث أو مثلث قائم أو منفرج أو حاد، كده كده أنت هتمسك أصغر ضلعين أس 2 وتجمعهم، ومفروض يساوي الكبير أس 2. بص كده جرب الإجابة ج. أصغر ضلعين التسعة والاتناشر، 9 أس 2 زائد 12 أس 2 يطلع معاك 225، والكبير 15 أس 2 برضه هيطلع معاك ب 225، يبقى هي الإجابة ج. نوع المثلث ده طبعا هو مش متساوي الساقين لأن مفيش ضلعين قد بعض. قائم ولا حد ولا منفرج؟ مضطرين احنا نمسك اصغر ضلعين اللي هي السبعة والتمانية، 7 اس 2 زائد 8 اس 2 و10 اس 2، ونشوف هتطلع بكام. دي طلعت معايا 113، دي طلعت معايا 100. اسأل ده، اسأل الضلع الكبير اللي هو العشرة. 10 اس 2 طلع ب100. المية هل أصغر ولا أكبر من 113؟ لا مستر أصغر. أصغر يبقى هو حاد، لو أكبر يبقى هو منفرج. اللي وراه عايز قيمة الإكس. لا يا مستر عادي، ده مثلث قائم والإكس ده وتر. هنجمع جذر 7 أس 2 زائد 24 أس 2 يطلع معايا 25. ترى مساحة المربع المنشأ على أو المنشأ على الضلع اي سي. أنا عادي هجيب الاي سي ده برضو مثلث قائم، فهجمع جذر 3 أس 2 زائد 4 أس 2 إن ده وتر، فهيطلع معايا ب5. يعني الضلع ده ب5. بيقول لك بقى لو في هنا مربع، اتعمل على الضلع اي سي. طيب انت عندك مساحة مربع طول الضلع في نفسه، الضلع هنا ب5، يبقى 5 في 5 ب25. سؤال 74 عاوز الاكس. بص طالما ده بيوازي ده بيوازي ده، اعمل التوازي عندك لان هو مش معمول. بيوازي ده والاضلاع اللي هنا متساوية، اللي هي الاي اي بتساوي الاي واي بتساوي الواي سي، يبقى برضه هنا هيكونوا متساويين. الاي دي قد الدي اكس قد الاكس بي. طب هما التلات حتت ب12، عايز اعرف الحتة الواحدة اقسم ال12 على التلاتة فيها الاربعة. بس خلي بالك يعني دي باربعة دي باربعة دي باربعة، اوعى تروح تختار الاربعة وتستعجل. هو عايز الاي اكس، الاي اكس دي واخدة حتتين، فاربعة زائد اربعة كام؟ 8. طول القطعة المتوسطة المرسومة بين منتصفي أي ضلعين في مثلث توازي الضلع الثالث وتساوي نص. اللي وراها انت عندك الجي اتش بتوازي السي بي، وعندك الجي هنا في المنتصف، يبقى اكيد الاتش برضو فين؟ اكيد الاتش في المنتصف. طب والجي اتش هتبقى قد ايه من السي بي؟ هتساوي نصها. يعني الجي اتش هيساوي نص السي بي. طيب الجي اتش عبارة عن 3 اكس، نص السي بي نص ال 12 كام؟ 6. حلها معادلة، اقسم على 3 اقسم على 3، 6 على 3 فيها. اللي وراها اعمل برضو معلش ان دي في المنتصف ودي في المنتصف. طيب يبقى كده القطعة دي كده قد ايه من الزد واي؟ نصها. او ان الزد واي هي اللي ضعفها، يعني زد واي ضعف التمانية، يعني 3 اكس زائد 1 اللي هي الاكس واي بتساوي ضعف التمانية، يعني 2 في 8. طب 2 في 8 بكام؟ 2 في 8 ب16. ودي الواحد بعكس الإشارة، 16 ناقص 1 يدينا 15. اقسم على 3 اقسم على 3، يعني الاكس بتساوي كام؟ 5. متوسطات أي مثلث في الدنيا 3 مهما كان هو ايه المثلث، منفرج حاد متساوي الساقين، هما برضو 3. نقطة تقاطع متوسطات تقسم بنسبة 1 إلى 2 من جهة القاعدة، ولو من جهة الرأس 2 إلى 1. نقطة تقاطع متوسطات تقسم بنسبة، هي لو من جهة الرأس مفروض 2 إلى 1، يعني الرقم الكبير الأول بعد كده الرقم الصغير. يبقى ما تقوليش 10 إلى 20، لا ده الكبير الأول بعد كده الصغير اللي هو نصها، يعني اللي هي 10 إلى 5. طول المتوسط الخارج من رأس القايمة على طول بيساوي نصف طول الوتر. 80 بيقول لي أصل ال AD ده ب5 وال BD ده متوسط. مبدئيا ال BD ده متوسط يعني الدي في المنتصف. طالما ال AD ب5 يبقى ال CD برضو بكام؟ ب5. طيب ده متوسط، خرج منين؟ من رأس القايمة. لسه قايلين يبقى بيساوي نص طول الوتر. طب الوتر مع سيادتك اللي هو الاي سي عامل كام؟ عامل 10.
فيبقى البي دي اللي هو المتوسط نصه اللي هو بكام؟ ب5. زاويتا القاعدة في المثلث مستوى الساقين، يعني ايه مثلث مستوى الساقين؟ يعني في ضلع قد ضلع، يبقى اكيد الزاوية قد الزاوية، يبقى هما متطابقتان يعني قد بعض. ولو لقيت في الاختيارات متساويتان في القياس اختار برضو متطابقتان عشان ده نص النظرية. اللي وراه الاكس واي، هنا الافضل انك ترسم، ادي مثلث اكس واي زد. بيقول لك اصل الاكس واي قد الاكس زد، طالما ضلع قد الضلع يبقى الزاويه دي قد الزاويه دي. عطالك الزد ب64، يبقى اكيد الواي برضو ب64. هو سأل عن مين بقى؟ على الاكس. ده مثلث اكيد هنطرح من كام؟ من 180. 180 ناقص 64 زائد 64 يطلع. سؤال 85 برضو بيقول لي مثلث متساوي الساقين. احسن لك هنا ارسم، ادي مثلث ABC. طيب ال A طبعا دي كده ب100، يعني دي كده زاوية الرأس. طالما مثلث متساوي الساقين ضلع بيساوي ضلع يبقى الزاوية دي قد الزاوية دي. طب عايز اجيب ال B او ال C، هنطرح من كام؟ هنطرح من 180 ناقص الزاوية اللي معايا كام؟ 100. طب ما هو الزاويتين دول قد بعض، اللي هيتبقى لي 80 اكيد هقسمه على الكام؟ على الاتنين، عشان الاتنين قد بعض، يبقى كل واحدة فيهم هتاخد 40 درجة. قياس الزاوية خارجة عن المثلث المتساوي الأضلاع 120 على طول. طيب ليه في قانون عندك 360 على ان قياس الزاوية خارجة 360 على ان، يعني 360 على ده مثلث على التلاتة فيها 120. واحد يقول لي لا انا مش عايز اعملها كده، ده مثلث متساوي الاضلاع يعني كل زاوية من زوايا 60. هو عايز الخارجة، طبعا دي زاوية مستقيمة بنطرح من 180. 180 ناقص 60 يديني 120. اللي وراها عندك الضلع ده قد الضلع ده، يبقى الزاوية دي قد الزاوية دي. نطرح 180 ناقص الزاوية اللي معايا 38 واقسمها على الاتنين، هيطلع معايا كام؟ هيطلع معايا 71. يعني الزاوية دي كده ب71 والزاوية دي كده ب71. هل هو بقى طلب الزاوية دي ولا طلب الزاوية اللي بره؟ طلب الزاوية اللي بره. طب ما دي زاوية مستقيمة، نطرح عشان نجيب الواي، نطرح 180 ناقص ال71 يطلع معايا 109 اللي هي الإجابة. 88 بيقول لي عدد محاور تماثل. لا، عدد محاور تماثل كلها احفظها. مثلث متساوي الأضلاع 3، متساوي الساقين 1، مختلف الأضلاع 0، ومتوازي أضلاع وشبه منحرف 0، ومربع 4، ومستطيل ومعين 2. ولو قال لك خماسي منتظم ثلاثي منتظم الكلام ده حسب ما يقول لك، يعني خماسي منتظم 5، ثلاثي منتظم 6، وهكذا. بس الكلام ده امتى؟ بيسأل على عدد محاور التماثل. لسه قايل لك عدد محاور تماثل مثلث مستوي الساقين. هنا عاوز زاوية السي. فاكر الأربع حاجات؟ أول حاجة يكون المثلث مستوي الساقين زي ما الراجل قال لك أهو. تاني حاجة يكون عمودي على القاعدة، الاي دي عمودي فعلا على السي بي. تالت حاجة هتكون ينصف القاعدة، يعني دي هتكون في المنتصف. رابع حاجة هينصف زاوية الرأس، يعني لما دي ب25 يبقى أكيد دي برضو بكام؟ ب25. يعني الزاوية الاي كلها ب50. طيب ما علينا، هو دي كده ب25. هو طلب بقى زاوية السي. خليك في المثلث ده كده اللي على الشمال ده. معاك زاوية الدي ب90، معاك زاوية الاي ب25، ما تعرفش تجيب السي؟ اه مستر ده مثلث، هطرح من 180 ناقص 90 زائد ال25 يطلع معايا 65. الإجابة ج. بيقول لي إذا كانت دي تنتمي لمحور تماثل، النقطة اللي هي دي تنتمي لمحور التماثل تكون على بعدين متساويين من طرفيها. بمعنى ادي الاي بي اهي، وادي محور التماثل بتاعها اهي، نزل عمودي ونزل في المنتصف. بيقول لك الدي دي بقى تنتمي لمحور التماثل، فهتكون على بعدين متساويين من طرفيها، يعني البي دي قد الاي دي. طب بيقول لك اطرح، ما هو هطرح حاجتين قد بعض من بعض اكيد هيساووا صفر. سؤال 92 بيقول لي اذا كان المثلث ده ليه محور تماثل واحد، يعني عايز يقول لك ان ده متساوي الساقين. طب وعطالك زاوية سي ب90، يعني هو مثلث قائم برضه. ادي السي اهي هنا ب90 اهي، حط هنا الاي او البي براحتك اي حاجة. طيب هو مثلث مستوي الساقين، ضلع قد ضلع يعني الزاوية دي قد الزاوية دي،
طب عايز اجيب ال A او ال B، هنطرح 180 ناقص الزاوية معايا اللي هي 90 واقسمها على الاتنين، يطلع معايا كام؟ 45. طول الضلع المقابل للزاوية 30 قلنا بيساوي نص طول الوتر. ولو قالك طول الوتر، خلي بالك لو قالك طول الوتر يبقى بيساوي ضعف أو 2 من طول الضلع المقابل للزاوية 30. سؤال 94، أنا شايف زاوية 30، فقلنا الضلع اللي في وشها بنص الوتر، يعني لو ده ب20 يبقى الضلع ده هنا ب10 بس. يبقى الخمسة إن دي هتساويها بالعشرة، اقسم على الخمسة، اقسم على الخمسة، 10 على 5 فيها الاتنين. ماشي. طيب انا اولا شايف البي دي ده متوسط، عرفت منين ان الدي هنا في المنتصف؟ طالما الدي في المنتصف يبقى البي دي ده متوسط، بس خارج من رأس القايمة، فبيساوي نص الوتر. هو اللي بيساوي نص الوتر، يعني الوتر ضعفه. لما هو ب8 يبقى اكيد الاي سي الوتر بكام؟ ب16. طيب انت بقى شايف زاويه 30، فكك بقى من البي دي كانه مش موجود. الزاويه 30 الضلع اللي في وشها بنص الوتر، طب ما الوتر انا لسه جايبه حالا ب 16، يبقى الاي بي اللي هو الضلع اللي في وشها هيبقى نص ال 16 8. اللي وراها خلي بالك ده 90 وده 45. اي مثلث عطالك زاويتين هات الزاويه الثالثه الاول، بعد كده اتكلم مع المساله. يبقى 180 ناقص افتح قوس، معاك زاويه ب90 معاك زاويه ب45، يبقى الثالثه برضو ب45. يعني في زاويتين قد بعض. طالما في زاويتين قد بعض يعني في ضلعين قد بعض، خلي بالك، يبقى الضلعين دول قد بعض. زاوية بتساوي زاوية يبقى ضلع بيساوي ضلع. يبقى البي سي قد الاي بي. مستر طب انا خايف اتلخبط، كنت هقول البي سي قد الاي سي. ما انا هقول لك على حاجة، الحرفين اللي شبه بعض شيلهم كده مع نفسك مع بعض اهو، يبقى السي قد الاي، وفعلا السي قد الاي. انما اللي انت كنت هتعملها دي غلط. يعني من الآخر الاتنين إكس زائد 10 هساويها بال16، ودي بعكس الإشارة، 16 ناقص 10 يديني 6، اقسم على الاتنين يعني الإكس بكام؟ ب3. السؤال اللي وراه بيقول لي مثلث معاك زاويتين اهو، لسه قايل لك أي مثلث في الدنيا عطالك زاويتين ما تتكلمش مع المسألة غير لما تجيب الزاوية التالتة. فهتطرح من 180 ناقص افتح قوس 80 زائد 50، هيطلع معاك 50. لاحظت حاجة؟ في زاويتين قد بعض يعني في ضلعين قد بعض، يعني المثلث متساوي الساقين. مجموع قياسات الزوايا الخارجة لأي بتنجان في الدنيا 360. مجموع قياسات الزوايا الخارجة للمثلث 360، أما لو مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث هي اللي ب 180. مجموع الزوايا قياسات الزوايا الداخلة، لا يبقى دي كده ان ناقص 2 في 180، عشان طلب مجموع الزوايا الداخلة. لو قال لك قياس الزاوية الداخلة يبقى ان ناقص 2 في 180 على ان. طب هنا بيقول لك الخماسي، يعني 5 ناقص 2 في 180 يطلع معايا 540. طلب عدد أضلاع المضلع. عندك قانون عدد الأضلاع 360 على 180 ناقص إكس، حيث الإكس دي الزاوية الداخلة. بس خلي بالك ده هنا مجموع زوايات ده. طب اتصرف ازاي يا مستر وانا معيش قياس الزاوية الداخلة؟ خلاص يبقى القانون ده كده مش هينفعك. طيب انت عندك قانون مجموع قياسات الزاوية الداخلة نفسها، مش هو ان ناقص 2 في 180؟ الكلام ده بيساوي مجموع قياسات الزاوية بكام؟ ب1800. طيب مش قبل ال 180 هنا في ضرب، عايز اخلص منها، اخلص منها بالاسم، اقسم على ال 180، اقسم على ال 180، دول راحوا مع بعض، يبقى اتبقى لك ان ناقص 2 بتساوي 1800 على ال80 فيها ال10، ودي بعكس الإشارة، 10 زائد 2 يديني كام؟ يديني 12. يبقى ال هنا اللي هو عدد الأضلاع هيطلع معاك بكام؟ ب12. قياس الزاوية الداخلة، قياس زاوية واحدة لثماني منتظم، يعني 8 ناقص 2 في 180 على التمانية، يطلع معاك 135. وخلي بالك لما تحط 8 ناقص 2 لازم تحطها في أقواس، من غير أقواس هتلاقي الآلة بتخرف تجيب لك أرقام تانية. اللي وراه عدد الأقطار. قانون عدد الأقطار ان ناقص 3 على الاتنين، المضلع العشري يعني الان ب10، فانت هتعمل 10 في 10 ناقص 3 على الاتنين،
10 ناقص 3 7، 7 في 10 ب70، 70 على 2 فيها 35. أو الطريقة اللي أنا علمتها لك، 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 وهكذا لحد ال10، لحد ال9 آسف، وفي الآخر اعمل ناقص 10. حط ده على الآلة برضه هيطلع لك ب35. مضلع محدب عدد أقطار و14، عايز عدد الأضلاع. هنا بقى خلي بالك، عايز أضلاع من أقطار، طبق قانون الأقطار اللي هو ان ناقص 3 على الاتنين بيساوي كام قطر؟ هما 14. ركز عشان دي بتيجي مقالي ومهمة، بتيجي مقالي ومهمة. طيب نعمل ايه؟ هنضرب 3 حاجات، هنضرب الان في ان، والان في سالب 3، وال14 في 2. ان في ان بان اس 2 ناقص ان في 3 ب3 ان، و14 في 2 ب28. دخل ال 28 بعكس الإشارة، يعني ان أس 2 ناقص 3 ان ناقص 28 بتساوي 0. حلل كده يا ابويا. ال n أس 2 n في n 28، 7 في 4 عشان طرحهم ب3، إشارة سالب وسالب في سالب بموجب، يعني ال n بتساوي 7، ال n بتساوي سالب 4. بس بالله عليك في عدد بالسالب؟ أكيد لأ. يعني ال n بتساوي كام؟ 7. اختر بقى بتاع الإحصاء قانون المركز، الحد الأدنى زائد الحد الأعلى على الاتنين. طب لو طلب الأدنى يبقى 2 في المركز ناقص الأعلى، ولو طلب الأعلى 2 في المركز ناقص الأدنى. هو هنا طلب المركز نفسه، الحد الأدنى 60 زائد الأعلى 70، وأقسمه على الاتنين، 130 على الاتنين فيها ال65. الورقة بيقول لي إذا كان الحد الأدنى هو 42 والحد الأعلى هو 50، خلي بالك طلب طول المجموعة، يعني المجموعة دي طولها كام؟ اطرح 50 ناقص ال 42 هيطلع معايا كام؟ 8. كأني بقول لك مثلا المسطرة اهي قدام منك اهو، اقف من عند ال 42 سنتي لحد ال 50 سنتي، هتدوم لي كام سنتي؟ هتقول لي هو سهل، دول 8 سنتي بس. فاطرح النهاية ناقص البداية، يعني او الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى، 50 ناقص 42 يديني 8. السؤال اللي وراه، انت عارف قانون طبعا الاكس بار اللي هو مجموع الاف في اكس على مجموع الاف. طيب الاكس بار الراجل عطاها لك ب 38، مجموع الاف في الاكس عطاها لك ب 1900 على مجموع الاف اللي هو طالبها منك. طبعا دي على الواحد واضرب مقصات، يبقى مجموع الاف بتساوي 1900 في واحد على 38، واحسب على هيطلع معايا 50. او تريح دماغك من القصة دي كلها، لو طلب الاكس بار اقسم مجموع الاف في الاكس على مجموع الاف. لو طلب السيجما اف اقسم برضو الاتنين دول على بعض، 1900 على 38. الحاجة الوحيدة اللي تضرب فيها لو طلب السيجما اف في اكس، دي الوحيدة اللي تضرب ما تقسمش. انما لو طلب الاكس بار، لو طلب السيجما اف، لا اقسم الرقمين على بعض. اللي وراها مركز المجموعة التالتة في المجموعات دي. المجموعة التالتة خلي بالك هي المجموعة الأولى من 5 ل10، المجموعة التانية من 10 ل15، المجموعة التالتة من 15 ل20. هو بقى عاوز مركز المجموعة التالتة اللي هي من 15 ل20، اجمعهم وقسمهم على الاتنين يديلك 17.5. أو مين ما بين ال15 وال20؟ ال17.5. اللي وراها لسه قايل لك طالما طلب الإكس بار أو سيجما إف اقسم 880 على ال40 يطلع معاك 22. اللي وراها طلب الحد الأدنى، لسه قايل لك من شوية الحد الأدنى 2 في المركز ناقص الأعلى، يعني 2 في المركز 54 ناقص الأعلى اللي هو 58، هيطلع مع سيادتك 50. السؤال اللي وراه بيقول لي إذا كان مسقط النقطة، خلي بالك مسقط النقطة الموجودة على منحنى التكراري متجمع الصاعد، هنا ده طبعا الاكس وده هنا الواي، دايما الاكس بيديك الوسيط، ودايما الواي بيديك ترتيب الوسيط. فهنا هو طلب ترتيب الوسيط يبقى الواي اللي هي ال5، لو كان طلب الوسيط يبقى الاكس اللي هي 35. هنا نفس الكلام اهو،
طلب المرة دي الايه الوسيط اللي هو الاكس اللي هو التلاتة. كده احنا بفضل الله خلصنا أسئلة اختر. كام سؤال دول؟ حوالي 110 سؤال تقريبا. ان شاء الله ربنا يوفقكم بكرة بإذن الله. بيقول لي الواي هنا بقى سؤال مقالي على الفترات. تعال نرسم خط الأعداد. الاكس معايا من -3 للاتنين، والاتنين مفتوحين. الواي من -1 أكبر منها، فعشان كده حاططها على اليمين لحد ال5. ال5 مقفولة، والسالب 1 والسالب 3 والاتنين. السالب 3 مقفولة برضو. يعني السالب 3 والخمسة هما اللي مقفولين، إنما الاتنين والسالب 1 مفتوحين. طيب أنا عايز إكس تقاطع واي. إكس تقاطع واي، التقاطع هو المنطقة المشتركة اللي في النص أهي، هي دي اللي هي من كام لكام؟ اللي هي من -1 مفتوح للاتنين برضو مفتوح. عايز اكس اتحاد واي من اول حاجة على الشمال لاخر حاجة على اليمين، اللي هي من -3 ل5. الاكس فرق واي. شيل المشترك، حط ايدك على المشترك، حط ايدك على المشترك، هتلاقي ان في منطقتين اتبقولك. المنطقة دي اللي هي من -3 ل1، والمنطقة دي اللي هي من 3 ل5. طالما قال لك الاكس فرق الواي، جاب لك الاكس الاول، يبقى انت هتبص فوق على الاكس اللي هي من -3 لسالب 1. اما لو كان قال لك واي فرق اكس، كنت هتقول من 2 ل5، عشان كنت هتبص على الواي اللي هي اللي تحت. طيب اللي حطينا ايدينا عليه اللي هو المشترك اللي في النص لازم يتغير. ماليش دعوه باللي بره، يعني ماليش دعوه بالسالب 3 مقفوله زي ما هي. انما السالب 1 كانت مفتوحه، احنا هنخليها مقفوله، ولو مقفوله هنخليها مفتوحه. وكذلك هنا من 2 ل5، لو كانت واي فرق اكس من 2 ل5، كنت هقفل الاتنين وهسيب ال5 زي ما هي مقفولة. بيقول لي الايه من 1 لما لا نهاية. ادي الايه من 1 لحد ما لا نهاية، يعني مكملة لحد الاخر. ماشي، والواحد مفتوح. ده الايه. البي من سالب ما لا نهاية للتلاتة. ادي من سالب ما لا نهاية للتلاتة، والتلاتة مقفول. يلا عايز الايه اتحاد بي. اول حاجة على الشمال لاخر حاجة على اليمين. اول حاجة على الشمال اوعى تقول الواحد من سالب ما لا نهاية للموجب ما لا نهاية. تكتبها كده او تكتبها ار، الاتنين صح مفيش مشكلة. تقاطعهم الجزء اللي في النص اللي هو من 1 مفتوح ل3 مقفول. الايه فرق بي. ركز معايا بقى هنا بالله عليك. احنا لما حطينا ايدينا على التقاطع اللي هو اللي في النص ده، مش اتبقى لي منطقة فوق اهي اللي هي دي، واتبقى لي منطقة تحت. لا انا عايز الايه فرق بي. ببص على الايه اللي هي اللي فوق، اللي هي من التلاتة للما نهاية. انت عندك التلاتة مقفول، اتفقنا اللي هو التقاطع اللي في النص ده بيتغير، هنخليها مفتوح. كده كده طبعا الما نهاية دايما مفتوح يعني. طب البي فرق ايه؟ اللي هي المنطقة اللي تحت، اللي هي من سالب ما لا نهاية للواحد. طبعا السالب ما لا نهاية مفتوح، الواحد بقى هو اللي هيتغير مفتوح، هنخليها مقفول. طيب الايه مكملة والبي مكملة. الايه مكملة كمل الناحية دي لحد السالب ما لا نهاية. هتيجي تروح الناحية التانية، كده كده أصلا هي مكملة نفسها لحد الموجب ما لا نهاية، خلاص يبقى فكك منها. هي الإجابة أهي، من الإيه مكملة من سالب ما لا نهاية للواحد، بس الواحد مفتوح هنخليها مقفول. طب البي مكملة، طبعا هناحية الشمال ناحية السالب ما لا نهاية، كده كده أصلا هي كاملة. كمل الناحية دي من التلاتة لحد الما لا نهاية. 3 مقفول هنخليها مفتوح، والما لا نهاية دايما مفتوح. السؤال اللي وراه نفس الكلام، سؤال على الفترات. نرسم خط الأعداد الجميل بتاعنا. معاك الإكس من 3 ل4. الإكس من 3 ل4. طيب خليها كده ورا شوية عشان الواي هنا من 1 ل3. طيب ادي الإكس اهو من 3 ل4. ال3 مقفول، وبرضو ال4 مقفول.
والواي من واحد لتلاتة. الواي من واحد لحد التلاتة، والتلاتة برضو مقفول، والواحد مفتوح. طيب طلب الاكس تقاطع واي. بالله عليكم هما تقاطعوا فين؟ هي عند دي بس، هي مفيش غيرها دي بس، هي التلاتة. يبقى التقاطع هنا عند التلاتة. طب افرض كانت واحدة مقفولة واحدة مفتوحة، يبقى مفيش تقاطع اصلا، يبقى كده ساعتها فاي. لكن هنا عشان الاتنين مقفولين اخدت التقاطع بالتلاتة. الاتحاد قلنا اول حاجة على الشمال لاخر حاجة على اليمين. اول حاجة معاك الواحد مفتوح لحد الاربعة مقفول. اكس فرق واي. انا لو حطيت ايدي على التقاطع، ايه المنطقة اللي هي اتبقت من الاكس؟ الاكس طبعا اللي هي اللي فوق، اللي هي دي كلها، بس اللي هي من كام؟ من 3 بس. طبعا هنفتحها والاربعة تفضل مقفولة زي ما هي، يبقى من 3 ل4 مفتوح. اللي وراها طبعا هو لو اختار ممكن تحطها على الأقل، لكن لو مقالي لا لازم تعملها. طيب ده فاكر المفكوك أس 2 كان بيبقى الأول أس 2 التاني أس 2 الأول في التاني في 2. مين الأول؟ الأول اللي هو جذر 5 عليها أس 2 زائد دايما. ها مين التاني؟ الواحد. واحد أس 2 بواحد. دي بقى عشان ناقص تنزل ناقص. الأول في التاني في 2 جذر 5 في واحد في 2 يديك 2 جذر 5. ضربت جذر 5 في الواحد في الاتنين. زائد اضرب بقى دول في بعض. جذر 5 في جذر 5 ب5، موجب في سالب بسالب، 2 في 2 ب4. طيب معاك جذر 5 أس 2 ب5 ناقص 2 جذر 5، وعندك هنا 1 زائد 5 6، 6 ناقص 4 2. طيب هنجمع بقى ال5 زائد 2 7، انما الاتنين جذر 5 تنزل زي ما هي، وهو عشتانك يوزك تقول لي 7 ناقص 2. ما ينفعش، السبعة دي لوحديها رقم كده، وده 2 جذر 5 ما ينفعش ان هم يتجمعوا او يطرحوا مع بعض. هي خلصت على كده 7 ناقص 2 جذر. اللي وراها بيقول لي الاكس بجذر 5 زائد 2، الواي بجذر 5 ناقص 2. تعويض مباشر، عايز اكس اس 2 زائد الواي اس 2. حط مكان الاكس جذر 5 زائد 2، حط مكان الواي جذر 5 ناقص 2. فكها. الاول اس 2 ب5 زائد التاني اس 2، 2 اس 2 ب4. دي زائد تنزل زائد. الاول في التاني في 2 جذر 5 في 2 في 2 ب4 جذر 5، عشان جذر 5 في 2 ب2 جذر 5 في 2 كمان ب4 جذر 5. فك ده كمان. الاول اس 2 جذر 5 اس 2 ب5، التاني اس 2 2 اس 2 ب4. دي ناقص تنزل ناقص. الاول في التاني في 2 جذر 5 في 2 في 2 لسه قايلين ب4 جذر 5. طب مع موجب 4 جذر 5 مع سالب 4 جذر 5 راحوا مع بعض. جمع بقى 5 زائد 4 9، 9 و5 14، 14 و4 يديني كام؟ 18. اللي وراها بيقول لك الاكس بجذر 7 ناقص جذر 5، الواي دي اهم حاجة ب2 على اكس، يعني الاتنين على جذر 7 ناقص جذر 5. اوعى عشتنك ويزك وتحط تعوض بمكان الواي بدي على طول. طالما كسر كده وتحت في جذر كده لا، ده كده ما ينفعش. زي ما قلنا في اختر من شوية هنضرب في صاحبه اللي هو جذر 7 زائد جذر 5، جذر 7 زائد جذر 5 فوق وتحت. طيب الضرب هنا اضرب البسط في البسط، يعني الاتنين الزقها لي في الجذر 7 زائد الجذر 5. مقام في مقام، جذر 7 في جذر 7 ب7، سالب في موجب بسالب، جذر 5 في جذر 5 ب5. 7 ناقص 5 2 هتروح مع الاتنين، اتبقى لي جذر 7 زائد جذر 5. كده انا جبت مين؟ ده الواي. طيب عايز هو اكس ناقص واي، ادي الاكس ناقص الواي. الاكس اللي هي جذر 7 ناقص جذر 5 ناقص الواي اللي هي جذر 7 زائد جذر 5. ممكن تحط ده على الآلة هيديلك سالب 2 جذر 5. طيب عايز اكس زائد واي كله اس 2. طب ما هو الاكس زي ما قلنا جذر 7 ناقص جذر 5 زائد الواي اللي انت سيادتك جايبها جذر 7 زائد جذر 5. سالب جذر 5 مع موجب جذر 5 راحوا مع بعض. جذر 7 زائد جذر 7 2 جذر 7 أس 2 هيديلك 28. ممكن تحطها على الآلة على طول هتطلع معاك 28. السؤال اللي وراه اختصر. ممكن ال75 دي تفكها لي 25 في 3 ناقص 2 جذر 27 تفكها لي 9 في 3 زائد
طالما في كسر تحت الجذر هندخل التلاتة جوه، بس هنضربها في نفسها مرتين. 3 في 3 ب9 في 1 على التلاتة. 9 على التلاتة فيها الكام؟ فيها التلاتة. يبقى تنزل جذر 3 بس، ما تنزليش 3 جذر 3، ده خلاص كله على بعض كده، كله على بعض بجذر 3. يلا عندك هنا جذر 25 ب5، يبقى 5 جذر 3 ناقص جذر 9 3، اضربها في الاتنين اللي بره هتبقى 6 جذر 3 زائد طبعا ده 1 جذر 3. يلا 5 ناقص 6 سالب 1، سالب 1 زائد 1 يديلك 0، وما تكتبليش 0 جذر 3، هي 0 والموضوع انتهى على كده. السؤال اللي وراه ده جذر تربيعي مع تكعيبي عادي. ال 12 دي عبارة عن 4 في 3 زائد الجذر التكعيبي لل 54 دي عبارة عن 27 في 2. لو هي جذر تربيعي كانت 9 في 6، جذر تكعيبي 27 في 2 ناقص 2 جذر 3 زائد جذر التكعيبي لل 16 هتتفك 8 في 2، ما ينفعش 4 في 4. طب جذر الأربعة هنا كام؟ 2 جذر 3. جذر التكعيبي لل 27 3 جذر التكعيبي لل2 ناقص 2 جذر 3 زائد جذر التكعيبي لل8 ب2 جذر التكعيبي لل2. طب ما هو موجب 2 جذر 3 مع سالب 2 جذر 3 راحوا مع بعض، جمع بقى 3 زائد 2 5 جذر التكعيبي لل2. السؤال اللي وراه محتاجة دي بس تظبيطة كده، ممكن تضربها على الآلة على فكرة. جذر التكعيبي ل5 في جذر التكعيبي لل25 اللي هي جذر التكعيبي لل125 اللي هي هتطلع ب5، فلو حطيتها على الآلة يديك 5. يبقى 5 جذر 2 ناقص نص، ده كسر بره عادي، رقم زي أي رقم، فك ال200 عادي، 100 في 2 ناقص، قلنا الكلام ده بكام؟ ب5. يبقى 5 جذر 2 ناقص جذر 100 كام؟ 10 هتتضرب في نص يديني 5 جذر 2 ناقص ال5. طب ما موجب 5 جذر 2 مع سالب 5 جذر 2 راحوا مع بعض، يبقى اتبقى لك سالب 5. السؤال العاشر جذر التكعيبي لسالب 16. اولا انت ممكن تطلع السالب دي بره عادي خالص، 16 هتفكها 8 في 2 ناقص ال 28 دي 4 في 7. لسه قايلين الجذر التكعيبي لل 54 ده 27 في 2 زائد ممكن 14 على جذر 7 دي تحطها على الآلة مفيش مشكلة، أو تضرب في جذر 7 فوق جذر 7 تحت لو عايز تعملها، هتطلع معاك ب2 جذر 7. يلا يا سيدي جذر التكعيبي ل8 ب2 وبره في سالب، يبقى سالب 2 جذر التكعيبي لل2 ناقص جذر الأربعة ب2 جذر 7 زائد جذر التكعيبي لل27 ب3 جذر التكعيبي لل2. التزم بالله عليك بالجذر التكعيبي والجذر التربيعي زائد 2 جذر 7. طب ما هو سالب 2 جذر 7 مع موجب 2 جذر 7 راحوا مع بعض، جمع بقى هنا سالب 2 مع موجب 3 يديك موجب 1 جذر التكعيبي لل2. طبعا الواحد ملوش لازمة يتكتب هنا. نفس الكلام اللي وراها، ال 18 هتفكها 9 في 2 زائد جذر التكعيبي لل 54 27 في 2 ناقص ممكن تقسم دي كده 216 على ال 12 هيدي لك 18، فال 18 برضه هتفكها 9 في 2 ناقص جذر التكعيبي لل 16 اللي هي 8 في 2 جذر التسعة 3 جذر 2 زائد جذر التكعيبي لل 27 3 جذر التكعيبي لل2 ناقص جذر التسعة 3 جذر 2 ناقص جذر التكعيبي لل8 ب2 جذر التكعيبي لل2. طب ما هو 3 جذر 2 مع سالب 3 جذر 2 راحوا مع بعض، وهنا 3 اوعى تقول زائد بالله عليك، دي ناقص 2، 3 ناقص 2 1 جذر التكعيبي لل2. اللي وراها دي جذر 3 دي جذر 3 دي جذر 3. خلاص انا في الضرب بجمع الاسس، اجمع 3 و4 7 يعني جذر 3 أس 7 وتحت جذر 3 أس 5. في القسمة بقى هطرح الأسس، هتبقى جذر 3 7 ناقص 5 2. طبعا التربيع مع الجذر بيروحوا مع بعض، يبقى الإجابة 3. اللي وراها هتحاول تخلي الأرقام شبه بعض. ال36 دي 6 أس 2 بس في هنا إن يبقى أس 2 إن، في ال5 أس 2 إن سيبها زي ما هي. ال30 بقى تحت هتفكها 6 في 5، هنا 2 إن وهنا 2 إن.
طب ما دول شبه بعض بالسلامة، طب ما دول شبه بعض بالسلامة، يبقى الإجابة كام؟ 1 مش 0، الإجابة 1. اللي وراها برضو فك. التمانية هنا عبارة عن 2 أس 3. أو واحد يفكها مثلا، هو 18 تحت، بص 18 تحت حاول تخلي 2 شبه بعض، 9 في 2. طب ما فوق في 9 برضو، طبعا هنا عليها إكس ودي عليها إكس، وهنا ال9 برضو عليها إكس. خلاص التمانية دي كده 2 أس 3 عشان بحيث إنهم يكونوا شبه بعض، بس هنا في إكس نزلها. طيب دول كده بالسلامة، دي 2 ودي 2 هننزل الاتنين في الاسم، هنطرح الأسس. 3 إكس ناقص إكس يديك 2 إكس. الموضوع خلص على كده، بس قالك حط الإكس ب2، يعني 2 أس 2 إكس، يعني 2 في 2، يعني 2 أس 4. 2 أس 4 بكام يا سيدي؟ ب16. اللي وراه انت ملاحظ حاجة؟ فوق جذر 3 وجذر 2 وتحت جذر 6. خلاص جذر 6 دي هفكها جذر 3 في جذر 2، وهنا الN وهنا الN، وفوق جذر 3 أس N في جذر 2 أس N زائد 2. هتلاحظ دول شبه بعض بالسلامة، دي جذر 2 ودي جذر 2 نزلها في الاسم، نطرح الأسس. N ناقص N راحوا مع بعض واتبقى لي الاتنين. جذر 2 أس 2 بكام؟ ب2. اللي وراها 3 أس X بتساوي 4. حلينا فكرتها في اختر، قلنا وزع ده، مرة هتبقى 3 أس X، مرة هتبقى 3 أس 1، وما بينهم علامة ضرب لأن ده جمع، في الضرب بنجمع الأسس. طيب ما انت معاك بقى 3 أس X ب4، هضربها في 3 أس 1 اللي هي 3، 4 في 3 بكام؟ ب12. طب دي بقى طرح، مرة 3 أس X مرة 3 أس 1، بس المرة دي ما بينهم اسمة مش ضرب لأن ده طرح، لأن أنا في الاسم بطرح الأسس. 3 أس X ب4 على 3، 4 3 زي ما هي، مفيش أي اختلاف. خلي بالك من دي، 3 أس X ب4 هو راجل عايز 27 أس X، هي ال3 هنا اللي عطاها لك. طلب كام بقى؟ هو طلب 27، يعني عمل كام لل3؟ عمل لها أس 3. ال3 هنا عمل لها أس 3 بحيث تبقى 3 أس 3 ب27. بس بالله عليك ينفع احط أس 3 هنا وما ينفعش احطها هنا؟ ما ينفعش، دي معادلة لازم اعمل اللي اعمله هنا اعمله هنا. طب 3 أس 3 ب27 وعليها أس X، طب والناحية التانية 4 أس 3 ب64، يبقى 27 أس X يديني كام؟ يديني 64. سؤال 17 شبه اللي احنا حليناه من شوية، بس هنا عملوا معادلة عادي. 18 9 في 2، وهنا عليها X وهنا عليها X، وفوق برضو 9 عليها X، بس ال8 دي هنشيلها ونحط مكانها 2 أس 3، وجنب منها مين؟ الإكس. دول راحوا مع بعض، بس الكلام ده الفرق المرة دي بيساوي 64. طيب دي 2 ودي 2 نزل الاتنين في الاسم، نطرح الأسس. 3 إكس ناقص الإكس يديني 2 إكس. الكلام ده بيساوي كام؟ 64. ال 64 دي سيادتك اللي هي 2 أس 6. طب أنا مش عارف، طالما دي 2 لازم تكون دي 2. جرب بقى على الآلة 2 أس 2 2 أس 3 لحد ما توصل معاك 2 أس 4 2 أس 6 ب64. طالما أساس بيساوي أساس يبقى الأس بيساوي الأس، يعني 2 إكس بتساوي 6، اقسم على 2 اقسم على 2، يعني الإكس بتساوي 3. طلب هو 4 أس-إكس، يعني 4 أس-3 على آلتك هتساوي 1 على 64. نخش بقى على أسئلة التحليل. ملاحظ هنا ان القوسين دول شبه بعض، فممكن ناخدهم عامل مشترك 2A ناقص 5. ايه اللي هيتبقى لك؟ تحطه في قوس اللي هو 3X زائد Y. شكرا، خلصت. اللي وراها برضو الإكس زائد 5، ولاحظ ان هو اتكرر، هتاخده عامل مشترك. طيب دي إكس زائد 5 أس 2، قلنا واحدة بره والتانية جوه لأن هي متكررة مرتين. طيب والإكس زائد 5 مع الإكس زائد 5 راحوا مع بعض، يبقى اتبقى لي مين؟ سالب الواي. يبقى إكس زائد 5 ناقص الواي. اللي وراها حل العادي، مقدار بسيط، إكس أس 2 إكس في إكس، وال15 5 في 3، إشارة موجب موجب في موجب بموجب. اللي وراها برضو حلل إكس أس 2 إكس في إكس، ال12 4 في 3 عشان جمعهم ب7، إشارة سالب وسالب في موجب بسالب. اللي وراها حل العادي برضو مقدار بسيط، إكس أس 2 إكس في إكس، ال30 15 في 2 عشان طرحهم 13، إشارة موجب موجب في سالب بسالب.
اللي وراها بقى اول حاجة بالله عليك تفكر فيها عامل مشترك. هل الاتنين عامل مشترك؟ اكيد لا، لان 5 هنا ده والتلاتة اعداد فردية ما يقولوش اسم على الاتنين. خلاص يبقى ده مقدار غير بسيط. اضرب الاتنين في 3 يعني اكس اس 2 ناقص 5 اكس. 2 في 3 بكام؟ ب6. حل العادي خالص. اكس اس 2 اكس في اكس، الستة 3 في 2 اشارة سالب، سالب في موجب بسالب. ارجع تاني اقسم على الاتنين، احط الاتنين جنب الاكس يعني 2 اكس ناقص 3، وهنا 2 على 2 فيها الكام؟ فيها الواحد. اللي وراها افكر الاول في العامل المشترك، وفعلا التلاتة عامل مشترك. 3 مع 3 راحت، اتبقى اكس اس 2 ناقص 75 على 3 فيها ال25. وحلل اكس اس 2 اكس في اكس، ال25 5 في 5، واحدة سالب وواحدة موجب. اللي هو برضو التلاتة عامل مشترك. 3 مع 3 راحت، اتبقى اكس اس 3، 81 على 3 فيها 27. طالما اكس اس 3 يبقى قوس صغير قوس كبير. اكس اس 3 اكس في اكس اس 2، 27 3 في 9. إشارة سالب دايما موجب، عكس دي سالب خليها موجب. اللي في النص أضرب 3 في إكس ب3 إكس. اللي وراها هل في عامل مشترك؟ لأ، لأن دي 8 ودي 125، مفيش حاجة مشتركة ما بينهم. طب لقيت ده إكس أس 3 يبقى قوس صغير قوس كبير. 8 2 في 4، إكس أس 3 إكس في إكس أس 2، 125 5 في 25. إشارة موجب دايما موجب، عكس سالب. 5 في 2 إكس، 5 في 2 ب10 يبقى 10 إكس. اللي وراها 4 حدود تحليل بالتقسيم. بس خلي بالك لو فكرت تاخد كل اتنين مع بعض مش هتلاقي القوسين يطلعوا شبه بعض أبدا. سواء خدت الأول مع التاني، الأول مع التالت، الأول مع الرابع، أيا كان هتجرب الطريقة برضو مش هتطلع معاك. فده كده إيه، كنا بنسميها مسألة الجاسوس. فهناخد هتلاقي هنا ايه وهنا بي وفي النص اي بي، يبقى هناخد التلاتة دول مع بعض ونسيب الجاسوس ده لوحده. طيب التلاتة دول مع بعض معروفة ان هي بتكون مربع كامل. طب مربع كامل نتعامل معاه ازاي؟ ادي قوس اس 2 جذر الاول جذر الاخير. جذر الايه اس 2 بايه، اشارة موجب زي ما دي مكتوبة. جذر البي اس 2 بي ناقص سي اس 2. يلا يا سيدي، الاي زائد بي عليها اس 2 يعني تتحلل مرتين، مرة هنا اي زائد بي، مرة هنا اي زائد بي. والسي اس 2 سي في سي، واحدة سالب واحدة موجب. برضو اللي انا شايفها شبهها برضو سؤال 15 اللي في الوش ده. طب تعالى نعمله كده بالمرة. هناخد اهو ده A وده B وفي النص AB، يبقى 36 سيبها لوحديها. ده كده زي ما قلنا مربع كامل. جذر ال A أس 2 A إشارة موجب، جذر ال B أس 2 B، الكلام ده عليه أس 2 طبعا، ناقص 36. برضو حلل ال A زائد B عليها أس 2، يعني هنا A زائد B وهنا برضو A زائد B. 36 6 في 6، واحدة سالب وواحدة موجب. تعال اللي وراها بقى اكس اس 4 زائد 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 زائد. دي لو كانت ناقص هتتحل الفرق بين المربعين بسهولة. اكس اس 4 اكس اس 2 في اكس اس 2، الأربعة 2 في 2، الواي اس 4 واي اس 2 في واي اس 2، واحدة سالب واحدة موجب. أما طالما دي زائد طبعا ده مش فرق بين مربعين، ده إكمال مربع. وقلنا إكمال المربع ليه خطوات. أول حاجة هنجيب الحد الأوسط، موجب أو سالب 2 في جذر الأول اللي هو الإكس أس 4 في جذر الأخير اللي هو 4 واي أس 4، يبقى موجب أو سالب. 2 في جذر الأربعة بأربعة، وجذر الإكس أس 4 إكس أس 2، جذر الواي أس 4 واي أس 2. كده أنا جبت الحد الأوسط. أعمل إيه؟ أكتب المسألة تاني. إكس أس 4 زائد 4 واي أس 4. نصت ليه سبت مكان في النص؟ من عشان أحط الحد الأوسط، ما هو اللي في النص. ونحط هنا اللي بالموجب 4 اكس اس 2 واي اس 2، ونحط هنا اللي بالسالب 4 اكس اس 2 واي اس 2. وناخد التلاتة دول مع بعض شبه ما عملنا من شوية، مربع كامل قوس اس 2. ده ماليش دعوة بيه، ينزل زي ما هو. جذر الأول جذر اكس اس 4 اكس اس 2 زائد جذر الأخير جذر 4 واي اس 4 2 واي اس 2. أحللها بقى.
طبعا اكس أس 2 زائد 2 واي أس 2 عليها أس 2 أصلا فتتكتب مرتين، اكس أس 2 زائد 2 واي أس 2. طب الأربعة اكس أس 2 واي أس 2 تتحلل الاتنين اكس واي، وهنا برضو 2 اكس واي، واحدة سالب وواحدة موجب. اللي وراها اوعى تستعجل، الأول شوف في عامل مشترك ولا لأ. هي التلاتة ودي 14، ال14 للأسف مش في جدول التلاتة. خلاص يبقى ده غير بسيط، امسك التلاتة اضربها في ال15، يبقى اكس أس 2 زائد 14 اكس، 3 في 15 ب45. حلل يا ابويا، اكس أس 2 اكس في اكس، ال45 9 في 5 عشان جمعهم 14، إشارة موجب، موجب في موجب بموجب. أرجع تاني أقسم على التلاتة، 9 على التلاتة فيها التلاتة، وأحط تلاتة هنا جنب الإكس، 3 إكس زائد 5. سؤال 13 بيقول لي 5 إكس أس 5 زائد 40 إكس أس 2. طبعا واضح في عامل مشترك، أولا الخمسة لأن الخمسة في جدول 40، ثانيا هاخد أصغر أس عامل مشترك اللي هو الإكس أس 2. يلا اقسم، 5 مع الخمسة راحت، إكس أس 5 على إكس أس 2 فيها الإكس أس 3، زائد 40 على 5 فيها 8 إكس أس 2 مع إكس أس 2 راحت. يلا يا سيدي نحل، أدي 5 إكس أس 2، طالما ده إكس أس 3 قوس صغير قوس كبير، إكس أس 3 إكس في إكس أس 2، والتمانية 2 في 4 إشارة موجب، دايما موجب، إشارة سالب، 2 في إكس ب2 إكس. اللي وراها هناخد كل اتنين مع بعض، خد دول مع بعض ودول مع بعض. هتاخد هنا الام عامل مشترك، ام أس 2 على ام فيها الام زائد 4. هتاخد هنا الكي عامل مشترك، الكي مع الكي راحت، اتبقى لك ام زائد 4. طالما القوسين شبه بعض يبقى انت شغال صح، خد قوس فيهم عامل مشترك والباقي نزله في قوس اللي هو الام زائد الكي. دي الفكرة التانية الاستثنائية في التحليل بالتقسيم. خلي بالك اكس أس 2 هتاخدها مع سالب واي أس 2، يعني اكس أس 2 ناقص واي أس 2، ده هيتحلل الفرق بين مربعين، والاتنين اكس والاتنين واي تاخدهم مع بعض. اعرف الفكرة دي كده، اكس أس 2 مع الواي أس 2، وهتلاقي الاتنين التانيين 2 اكس 2 واي، 4 اكس 4 واي كده. دي كده تتحلل اكس أس 2 اكس واكس، الواي أس 2 واي في واي، واحدة سالب واحدة موجب. هنا خد الاتنين عامل مشترك، يبقى اتبقى لك اكس زائد واي. هتلاقي القوس ده هو القوس ده، خد قوس فيهم عامل مشترك ونزل لي الباقي اللي هو الاكس ناقص واي زائد 2 في قوس لوحده. سؤال 17 ممكن تاخد التلت عامل مشترك بحيث انك تخلص من الكسر ده، تلت مع التلت راحت، اتبقى لي ايه أس 2، 3 على التلت فيها التسعة. حلل بقى فرق بين مربعين، عيش اللحظة، ايه أس 2 ايه في ايه، التسعة 3 في 3، واحدة سالب وواحدة موجب. اللي وراها عادي، ده فرق بين مربعين، ادي اول ناقص اهو في النص، فرق بين مربعين. حلل عادي خالص، ال49 7 في 7، الاكس زائد واي عليها أس 2، يعني اكتبها مرتين، اكس زائد واي اكس زائد واي، وهنا بقى في النص واحدة سالب وواحدة موجب. ال A أس 2 زائد ال 64، لو ناقص كنا نعملها فرق بين مربعين، طالما زائد يبقى ده إكمال مربع الحد الأوسط، موجب أو سالب 2 في جذر الأول اللي هي ال A أس 2 في جذر الأخير اللي هي ال 64، يعني موجب أو سالب 2 في جذر ال 64 هيطلع 16 A. اكتب بقى تاني خطوة المسألة تاني، A أس 2 زائد 64، المكان اللي في النص ده عشان ال16 A بالزائد وبره بالناقص، خد دول مع بعض كده، ده كده مربع كامل بيتعمل قوس أس 2، جذر الأول جذر ال A أس 2 A، جذر الأخير جذر ال 64 8، وفي النص الإشارة زائد، ناقص 16 A. هو بص معلش هنا صلح المسألة دي، خليها A أس 4، خلي دي A أس 4، فهنا دي A أس 4، هيطلع معايا هنا A أس 2. بس ده الفرق، يعني هتبقى هنا A أس 2 عشان بس تبقى صحيحة رياضيا، ال A زائد 8 عليها أس 2 تبقى A زائد 8 هنا و A زائد 8 هنا، ال16 A أس 2 هتبقى 4 A في 4 A، واحدة سالب وواحدة موجب.
سؤال 20، ألاحظ إن هنا الأربعة ليها جذر والتسعة ليها جذر، فممكن يكون مربع كامل. اعمل الأول 2 في جذر الأربعة في جذر التسعة. 2 في 2 بأربعة، 4 في 3 ب12. للأسف دي 11. معلش صلح لي دي، خليها 12 ما تخليهاش 11. طيب كده عادي بقى، خلاص هي كده مربع كامل. جذر الأول جذر الأخير أس 2، جذر الأربعة 2، جذر إكس أس 4 إكس أس 2، زائد جذر التسعة كام؟ 3. إن حتى لو سبناها 11 وعملناها غير بسيط مش هتيجي. السؤال اللي وراه، اوجد مجموعة الحل. ادي القوسين، ده هيتحلل طبعا. اكس اس 2 اكس واكس، ال18 9 في 2 عشان طرحهم ب7، اشارة سالب سالب في سالب بموجب. يبقى الاكس بتساوي 9، الاكس بتساوي سالب 2. يبقى مجموعة الحل بعد اذنك تتكتب سالب 2 و9. اللي وراه ده خلي ال12 بعكس الاشارة، اكس اس 2 ناقص الاكس ناقص ال12 بتساوي 0. حل العادي بقى، اكس اس 2 اكس واكس، ال12 4 في 3، اشارة سالب سالب في سالب بموجب. يبقى الاكس بتساوي 4، اكس بتساوي سالب 3. يبقى مجموعة الحل تتكتب بالله عليك 4 وسالب 3. اللي وراها بص على التلاتة الأول، ينفع عامل مشترك؟ لأ، لأن هنا 2 وهنا 8. خلاص حلها غير بسيط عادي، 3 في 8. يبقى اكس اس 2 ناقص 2 اكس ناقص 3 في 8 ب24. حلل يا ابويا. الاكس اس 2 اكس واكس، ال24 6 في 4 عشان طرحهم ب2، اشارة سالب سالب في سالب بموجب. ارجع تاني اقسم على ال3. طب ما 6 على 3 فيها ال2، وهنا دي سيبها زي ما هي، طالما معادلة سيبها زي ما هي متحطهاش جنب الاكس. يبقى الاكس بتساوي 2، الاكس بتساوي سالب 4 على 3. وما تنساش تكتب مجموعة الحل. اللي وراها دخل 25 بعكس الاشارة، او يعني ممكن تسيبها زي ما هي عادي، مفيش مشكلة يعني. خلاص سيبها زي ما هي، اقسم هنا على 4 واقسم هنا على 4، راحوا مع بعض. يبقى الاكس اس 2 بيساوي 25 على 4. الاس 2 اديها جذر التربيعي، فجذر 25 على 4 5 على 2. متنساش الموجب او السالب، واكتب مجموعة الحل. اللي وراها لاحظ ان ال5 عامل مشترك، ولاحظ ان الاكس برضو عامل مشترك، يعني 5 اكس عامل مشترك. 5 مع ال5 راحت، اكس اس 2 على اكس فيها الاكس، زائد 15 على 5 فيها 3، والاكس مع الاكس راحت. طالما بتساوي 0، ال5 اكس هتساوي بالصفر، يعني اكيد الاكس برضو هتساوي بالصفر. وادي دي بعكس الاشارة، الموجب 3 هتروح بسالب 3. يبقى مجموعة الحل 0 وسالب 3. اللي وراه حل العادي خالص، الاكس اس 2 اكس واكس، ال8 4 في 2 عشان جمعهم ب6، اشارة سالب سالب في موجب بسالب. يعني الاكس بتساوي 4، الاكس بتساوي 2. وما تنساش تكتب مجموعة الحل. اللي هو برضو حل العادي خالص، ال A أس 2 A في A، ال12 12 في 1 عشان طرحهم ب11، إشارة موجب موجب في سالب بسالب. يعني ال A بسالب 12 وال A ب11. وما تنساش تكتب مجموعة الحل. السؤال اللي وراه دخل الاتنين بعكس الإشارة، يعني X أس 3 زائد X أس 2 ناقص 2X ناقص الاتنين بتساوي 0. طالما 4 حدود يبقى ده تحليل بالتقسيم. هنا اكس اس 3 وهنا اكس اس 2، خد اصغر اس عامل مشترك اللي هو الاكس اس 2. اكس اس 3 على اكس اس 2 فيها الاكس، زائد اكس اس 2 على اكس اس 2 راحت واحط الواحد، ناقص مين العامل المشترك هنا؟ الاتنين. فهنا الاتنين مع الاتنين راحت، اتبقى لي الاكس. خلي بالك سالب على سالب فيها الموجب، واتنين مع الاتنين راحت هحط الواحد. طالما الاكس زائد 1 هي اللي اتكررت مفيش مشكلة، يبقى كده مظبوط. خد قوس فيهم عامل مشترك ونزل الباقي في قوس. يبقى الاكس هنا بتساوي كام؟ الاكس هنا بتساوي سالب 1. وهنا الاكس اس 2، خلي بالك اكس اس 2 ودي السالب 2 دي بعكس الاشارة هتساوي 2. خد الجذر التربيعي للطرفين، يبقى الاكس بتساوي موجب او سالب جذر 2. يبقى اصبح كده مجموعة الحل 3 حاجات، جذر 2 وسالب جذر 2 ومين وده والسالب
واحد. واضح ان ال14 متكررة فهناخدها عامل مشترك. 14 أس 2 على 14 فيها ال14 زائد ال14 مع ال14 راحت اتبقى لي ال4 ناقص ال14 مع ال14 راحت اتبقى لي ال8. 14 زائد 4 18. 18 ناقص 8 10 مضروبة في ال14 اللي بره. 14 في 10 بكام؟ ب140. اللي وراها 99 أس 2 زائد 2 في 99. طب طالما هنا أس 2 والواحد ده طبعا عليه أس 2 عادي لأن الواحد أس 2 بواحد، خلاص يبقى ده كده مربع كامل. جذر الأول جذر ال99 أس 2، الجذر مع الأس 2 هيروح، هنزل ال99 بس، زائد جذر الأخير جذر الواحد بواحد. 99 زائد واحد 100 عليها أس 2 يطلع معايا ب10,000. اللي وراها 75 أس 2 ناقص 25 أس 2 عملنا شبهها في اختر. 75 في 75 وال25 أس 2 25 في 25، واحدة سالب وواحدة موجب. 75 زائد 25 ب100. 75 ناقص 25 ب50. 100 في 50 ب5000. اللي وراها 99 أس 2 ناقص واحد اللي هي 99 في 99. الواحد ده واحد في واحد وواحدة سالب وواحدة موجب. هنا الراجل بيقول لك 2A زائد B ب6 و3A زائد B ب8. عاوز 3A مضروبة في 2A زائد B زائد B مضروبة في 2A زائد B. طيب واضح كده ان القوس ده متكرر فممكن ناخده عامل مشترك 2A زائد B ونزل الباقي في قوس اللي هو 3A زائد B. طب ما 2A زائد B الراجل عطاهالك اهي ب6 في 3A زائد B الراجل عطاهالك اهي ب8. 6 في 8 ب48. مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار 4 ومساحته 21. طيب ادي طوله مثلا، يعني خلي عرضه اللي هو مثلا اكس. طب طوله بيقولك بيزيد عن عرضه بمقدار 4، يعني اكس زائد 4. طيب مساحة المستطيل بقى بتساوي الطول في العرض، يعني اضرب دول في بعض كده هيديك ال21 اللي هي المساحة اللي هي الاكس زائد 4 مضروبة في اكس، مش ملاش لازمة تحط لها قوس يعني، مضروبة في اكس. الكلام ده بيساوي 21. اضرب بقى هنا الاكس مرة هنا ومرة هنا، اكس في اكس باكس أس 2، اكس في 4 ب4 اكس، ودخل لي ال21 بعكس الإشارة بالمرة عشان تعرف تحلل. الاكس أس 2 اكس في اكس ال21 7 في 3 إشارة موجب، موجب في سالب بسالب، يعني الاكس بتساوي سالب 7 والاكس بتساوي موجب 3. أكيد سالب 7 دي مرفوضة لأن ده طول وعرض، مفيش حاجة اسمها طول وعرض بالسالب، يعني الاكس ب3. طب مش الطول قلنا بيزيد عنه ب4؟ طب 3 زائد 4 كام؟ 7. هو عايز بقى المحيط، الطول زائد العرض الكل في 2، يعني 3 زائد 7 الكل في 2، 10 في 2 بكام؟ ب20. اللي وراه عطالك الزاوية دي ب130، عطالك الاكس ال بتساوي الواي ال، ادي اول حاجة هتكتبها، ده تطابق. تاني حاجة الراجل برضو مغششها لك ان الاكس زد بتساوي الواي زد، هتكتبها. تالت حاجة الزد ال ده هو موجود في المثلث اللي على اليمين ولا اللي على الشمال؟ هتقولي ده موجود في الاتنين، يعني الزد ال ده ضلع مشترك. بس هو بيقول لك اثبت انهم متطابقين، خلاص ثبتنا كتبنا الثلاث حاجات دول. عاوز زاوية اكس ال زد. هو عطالك اكس ال واي، هو طلب اكس ال زد اللي هي الزاوية دي كده. طيب مش انت عندك الزاوية دي قد الزاوية دي؟ لان طبعا المثلثين بقى متطابقين. طيب دي كانت في اولى اعدادي مجموعة زوايا متجمعة حول نقطة واحدة 360، فهتجيب ال 360 ناقص ال 130 وطبعا هتقسمها على الاتنين لان الزاويتين قد بعض. 360 ناقص ال 130 يديني 230 على الاتنين فيها ال 115. سؤال 24 برضو بيقول لي اثبت انهم متطابقين. طيب الراجل غششك حاجتين منهم اصلا، قياس ال A بيساوي قياس ال D، ادي اول حاجة هتكتبها له. ال HA بيساوي ال HD، ادي تاني حاجة هتكتبها له. الحاجة التالتة بس على سيادتك انت ان هنا في حرف الاكس تقابل بالرأس، الزاوية دي قد الزاوية دي، وما تألفش تقول لي اصل اتش تقابل بالرأس، اصل الكلام ده لا، اكتب لي زاوية AHB بتساوي زاوية DHC، اهم حاجة حط لي الاتش في النص
عايز تكتب لي بقى بين قوسين بالتقابل بالرأس، ماشي. إذا المثلث AHB يطابق المثلث DHC. برضو هنا اثبت المثلثين متطابقين. الراجل غششك حاجتين، الGA قد الGC، عشان دي عليها شرطة ودي عليها شرطة. الGA تساوي الGC. تاني حاجة الGD بتساوي الGB، لأن دي عليها شرطتين ودي عليها شرطتين. في عندك بقى تقابل بالرأس في النص كده، نفس الفكرة. ال AGB بتساوي ال DGB، الاتنين بيساووا بعض بالتقابل بالرأس. طيب إذا المثلثين، أكتب بقى إذا المثلثين دول متطابقين، أكتبها ها. إذا المثلث AGB يطابق المثلث CGD. طيب فكده زاوية ال A مش هي أول حرف قد زاوية مين؟ ال C. يبقى إذا زاوية ال A تساوي زاوية ال C. طيب لما زاوية ال A قد زاوية ال C عملوا حرف إيه؟ أدي حرف الزد أهو. زاوية ال A قد زاوية ال C عملوا حرف الزد. يبقى إذا ال AB وهما في وضع تبادل، ال AB هيوازي ال CD وهو المطلوب إثباته. اللي وراها نفس الكلام تطابق، بس انت عندك المرة دي حرف ال F. هو أول حاجة مغششها لك الراجل إن ال CE بتساوي ال CB. طيب حرف ال F فين؟ أهو، شايف ده كده أهو. أصل انت عندك ال DE بيوازي ال CA، فده عمل لك حرف ال F أهو. حرف ال F عامل كده أهو. فالزاوية اللي هنا بتكون قد اللي هنا، اللي هي زاوية ال E قد زاوية ال C. يبقى أقول له كده قياس ال E بيساوي قياس ال C اللي هي ال ACB طبعا بالتناظر. طيب في حرف ال F كمان اللي هو ده كده، ده كده حرف ال F. فالزاوية اللي هنا قد الزاوية اللي هنا، اللي مش واخد باله أهو بعمل كده حرف ال F. فالزاوية اللي هنا قد الزاوية اللي هنا، اللي هي زاوية ال B هتساوي زاوية ال DCE برضو بالتناظر. إذا اكتب إذا المثلثين دول متطابقين. اللي وراه، طب الراجل مغششك حاجتين، والحاجة التالتة هتكون ضلع مشترك. شوف يعني هي بتتحل في ثانية اهي. ال NL اهو، هو الراجل يعني هو كاتبها، انت تكتبها تاني ها. ال NL بتساوي ال GL، ال MN بتساوي ال MG. الحاجة التالتة بقى ال ML ده ضلع مشترك. طيب كده إذا المثلثين دول متطابقين. خلي بالك، يبقى زاوية ال N اللي هي ب100 قد مين؟ قد الجي، يعني الإكس كده ب100. وحاجة تانية ده ب8 سنتي، يبقى أكيد الواي برضو بكام؟ أكيد الواي برضو ب8 سنتي. اللي وراها مهمة وفكرتها هتلاقيها في الامتحان. أول راجل بيقول لك اثبت إن زاوية السي بتساوي 90 درجة. معلش هنا مفيش 90 درجة، دي هنا امسحها كأن مفيش هنا 90 درجة. طيب انت عندك الدي ايه ده ب3 سنتي، اكيد انت هتبدا بانه مثلث، بالمثلث اللي فيه قايمه. طب عطالك الاي دي ب3 وعطالك الاي بي ب11، ادي القايمه في وشها الوتر. اقول له بما ان المثلث اي بي دي ده قائم في ايه. طيب انا عايز اجيب البي دي، والله البي دي ده وتر، يعني هيساوي 3 أس 2 زائد 11 أس 2، هيطلع معايا 130. طبعا انت هتاخد الجذر، جذر ال 130 هتحطها على الآلة هتطلع لك زي ما هي، يعني ده كده جذر 130. عاوزين نثبت بقى ان هو قائم بقى، هو سيبك ان هو باين ان هو قائم، احنا عاوزين نثبت ان هو قائم. والله هناخد الضلعين الصغيرين اللي هو 7 أس 2 زائد 9 أس 2، فلما نيجي نعملها على الآلة هيطلع معاك ب 130. خد بقى الضلع الكبير اللي هو الدي بي اللي هو جذر 130 أس 2، برضه طالع معاك ب 130. طالما الاتنين قد بعض يبقى هو المثلث ده قائم. إذا زاوية السي بتساوي 90 درجة. أيا كان إيه المسألة اللي هتجيلك، بس الفكرة دي عامة هي اللي هتجيلك في الامتحان. أهو نفس الفكرة، اثبت إن الزاوية دي ب90 درجة. فمع اختلاف المسائل هو الفكرة دي هتبدأ بالمثلث اللي هو قائم. هنقول له بما أن المثلث ABC ده قائم في البي، هات لنا ال AC أس 2 بيساوي 3 أس 2 زائد 4 أس 2، هيطلع معاك 25. خد الجذر بتاعها، جذر ال25 بكام؟ ب5. ادي ال5. روح بقى على المثلث التاني وامسك لي أصغر ضلعين.
اللي هي 5 أس 2 زائد 12 أس 2 ب169. خد الضلع الكبير اللي هو 13 أس 2 برضو ب169. يبقى إذا المثلث ده قائم، يبقى زاوية ACD زي ما هو عايز هتساوي 90 درجة. السؤال اللي وراه هتبدأ بالمثلث BDC اللي هو الصغير ده. ليه؟ معاك فيه ضلعين تعرف تجيب التالت. هنقول له بما أن المثلث BDC ده قائم عند البي، أعرف أجيب البي دي ده ضلع مش وتر، يبقى هنقص، يعني 13 أس 2 ناقص 12 أس 2 هيطلع ب25. خد الجذر، فجذر ال25 هيطلع معايا ب5، يعني ده ب5. طيب المثلث الكبير بقى خالص، المثلث الكبير خالص اللي هو الاي بي سي. بص لي كده على الاي بي. الاي بي 11 و5 يديك كام؟ 16. بص لي على البي سي ب 12. عايز اجيب الاي سي، اعرف اجيبها. هنقول له بما ان المثلث الكبير اللي هو الاي بي سي قائم في البي، يبقى كده الاي سي ده وتر. فنجمع 16 أس 2 زائد 12 أس 2، هيطلع تقريبا معايا 400. طلع 400. فهناخد الجذر بتاعها، فجذر ال400 هيطلع معايا كام؟ 20 سنتي. كده انا جبت الاي سي، والاي بي هو طلبه مني جبته ب16. اللي وراها طلب مساحة الشكل ده. اولا الشكل ده شبه منحرف، بس انت ممكن ما يعني تنسى مساحة شبه منحرف ايه. هي عامة نص مجموع قاعدتين متوازيتين في الارتفاع، بس ما علينا. انا هنزل من هنا عمودي، فطبعا الاي دي ده ب10، اكيد قصاد منها ده ب10، سمي دي اكس اي حاجة. طب هي كلها ب16، اتبقى لي كام على 10؟ اتبقى لي 6. طب ما اعرفش اجيب الدي اكس ده كده؟ ما هو المثلث دي اكس سي، المثلث دي اكس سي ده قائم في الاكس. فعايز اجيب الدي اكس، والله ده ضلع مش وتر، يبقى هنطرح 10 أس 2 ناقص 6 أس 2 يطلع معايا ب64. خد يا سيدي الجذر بتاعها، جذر ال64 هيطلع معايا ب8، يعني ده كده ب8. طيب انت ممكن تعمل ايه بقى؟ تقسم المساحة لجزئين. اولا مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع. القاعدة بتاعت المثلث اهي اللي هي السي اكس اللي هي ب6 والارتفاع 8، يعني نص ال6 في 8 هيطلع معايا 24. هتجيب بقى مساحة المستطيل اللي هي الطول في العرض، اللي هي 10 في 8. 10 في 8 ب80. مساحة بقى شبه منحرف على بعض، هنجمع ال80 ونجمع ال24، هيديني كام؟ هيديني 104 سنتيمتر مربع. نفس الفكرة قلت لك، هتشتغل على المثلث اللي هو القائم، وبعد كده تشتغل على المثلث التاني، نفس الفكرة. عشان كده بقول لك فكرة مهمة. هتقول له بما ان المثلث ABD قائم في الA، فعايز اجيب الدي بي ده وتر، يبقى نجمع 16 أس 2 زائد 12 أس 2 يطلع معايا 400. هات جذر ال400 فيطلع معايا 20، يبقى دي كده ب20. تمسك بقى الضلعين الصغيرين اللي هما مين؟ ال15 وال20. 15 أس 2 زائد 20 أس 2 هيطلع معاك ب625. خد ال25 أس 2 برضه ب625. طالما قد بعض يبقى هو قائم، يبقى إذا زاوية السي دي بي بتساوي 90 درجة. حليناها قبل كده الفكرة دي. انت عندك المثلث الصغير ده معاك الدي سي ب4 والدي اي ب3، متعرفش تجيب الاي سي؟ هتقولي والله بما ان المثلث دي اي سي قائم في الدي، فانا عايز اجيب الاي سي. الاي سي ده وتر، يعني هنجمع 3 أس 2 زائد 4 أس 2 ب25. خد جذره، جذر ال25 يطلع معايا ب5. طيب ادي ب5. طب ما هو الاي سي قد الاي سي، طالما ده ب5 يبقى ده برضو بكام؟ ب5. طيب بص لي كده على المثلث الكبير خالص. هو بيقول لك اثبت ان زاويه الاي ب90. معاك الاي سي ب5 صح؟ معاك الاي بي ب12. طب البي سي معاك 8 و5 13. مين الضلعين الصغيرين؟ ال5 وال12. يبقى 5 أس 2 زائد 12 أس 2 ب169. الضلع الكبير عامل 13 أس 2 برضه ب169. طالما الاتنين قد بعض يبقى المثلث ده قائم، يعني زاوية ال A بتساوي 90 درجة.
هنا اذكر نوع المثلث بالنسبة للزوايا، نفس الفكرة، هتاخد أصغر ضلعين اللي هي هنا 3 و5، 3 أس 2 زائد 5 أس 2، 25 زائد 9 34، و7 أس 2 ب49. اسأل ده، طالما ده أكبر يبقى ده كده منفرج، لو قد بعض يبقى قائم، لو ده أصغر يبقى حاد. اللي ورا دي هتطلع معاك قائم، اعملها كده مع نفسك وهتطلع معاك قائم. اللي وراها اعمل 8 أس 2 زائد 9 أس 2 عشان هم دول الصغيرين، يطلع معاك ب145. هات ال11 أس 2 هيطلع معاك ب121. اسأل ده، طلع ال121 أصغر من 145 يبقى ده كده حاد. خلي بالك من الفكرة دي، يعني هي يعتبر. أولا هتشتغل، بص هنا اللي هيبدأ بالمثلث اي دي بي صح، اللي هيبدأ بالمثلث اي دي سي صح، براحتك، لأن كل مثلث أنت معاك فيه ضلعين، فعادي عيش اللحظة. طيب بالنسبة للمثلث اي دي بي هتقوله بما ان المثلث اي دي بي قائم في الدي، فانا عايز اجيب الاي بي، ده وتر يا سيدي. هنجمع 4 أس 2 زائد 2 أس 2، 16 زائد 24. خد جذرها، رغم ان هو هنا جذرها ما كانش لازم ناخده، بس ما علينا، هيطلع معاك 2 جذر 5. طيب هتقوله بما ان بقى المثلث اي دي سي قائم في الدي برضو، عايز اجيب الاي سي وتر، يبقى 4 أس 2 زائد 8 أس 2، هيطلع معايا 80. خد جذرها، جذر ال80 اللي هي 16 في 5 يعني 4 جذر 5. ادي الاي سي ب4 جذر 5. الراجل بيقول لك اثبت ان زاوية بي اي سي، طالما بيتكلم على بي اي سي يعني بيتكلم على زاوية ايه الكبيرة خالص، اللي هي موجودة في المثلث الكبير، زاوية ايه الكبيرة خالص. طيب عايز اثبت ان هو قائم، امسك لي الضلعين الصغيرين، فانت هتعمل الاي بي اس 2 زائد الاي سي اس 2 لان هم دول الضلعين الصغيرين. طيب اصلا انت جايبهم الاي بي اس 2 ب 20، عشان كده بقول لك ما كانش لازم ناخد الجذر يعني. زائد الاي سي اس 2، طب ما انت جايبها اهي ب 80، 20 زائد 80 كام؟ 100. طيب الضلع اللي تحت اللي هو الكبير اللي هو السي بي ده ب 10، السي بي ده ب 10. طب ما هو 10 اس 2 برضه هيطلع معاك بكام؟ ب 100. طالما قد بعض يبقى هو قائم، اذا الزاويه بي اي سي هتساوي 90 درجه. بيقول لك الاي والاف والدي منتصفات الاي بي والبي سي والاي سي على الترتيب. بالله عليك تكتب الجملة دي زي ما هي، بالله عليك يا اخي، بص انقشها كده، انقشها، اكتبها زي ما هي. طيب يبقى الاف دي قد ايه من السي بي؟ يبقى اذا هتكتب بعد ما تكتب الجملة دي، اذا الاف دي بتساوي نص السي بي، يعني نص ال 12 كام؟ 6. طب والاي دي، الاي دي هيبقى نص مين؟ الاي دي هيبقى نص الاي سي، مهمة جدا المسألة دي، ها، نص ال8 4، ادي 4. طب والاف اي، الاف اي هتساوي نص الاي بي، يعني نص ال10 هيديني كام؟ هيديني 5. هو عاوز بقى محيط المثلث الصغنون ده اللي احنا جبناه، هنجمع 6 زائد 4 زائد 5 يديني كام؟ 15 سنتي. تعالى معلش هنحل المسألة في الجنب بدل ما احنا عاملين نروح يمين وشمال كده. قال لك الاي والدي منتصفات، اكتبها برضو زي ما هي، وعايز تكتب عادي الاي منتصف الاي سي والدي منتصف الاي بي مفيش مشكلة. يبقى الاي دي، يبقى اذا الاي دي طبعا انت هتكتب اول حاجة الاي منتصف الاي سي والدي منتصف الاي بي، يبقى الاي دي هيبقى نص السي بي. طب ما هو السي بي ب14، يبقى الاي دي هيبقى بكام؟ هيبقى ب7. طيب ركز بقى معايا، هو البي اي، طالما الاي في المنتصف يبقى البي اي ده متوسط. طب والدي في المنتصف يبقى السي دي ده متوسط. الاتنين اتقابلوا فين؟ عند الام. هنقول له كده اذا البي اي والدي سي دول متوسطان، اتقابلوا فين؟ عند الام. يبقى اذا الام هي نقطة تقاطع متوسطات المثلث. دي اهم جملة تتكتب في البرهان ده، لان الام دي هي الشغل كله عليها اصلا. عطالك خلي بالك، مش السي ام اللي ب15، السي دي كلها اللي ب15. بالله عليك يا اخي لما يديك المتوسط كله اللي هو السي دي، يعني اقسم على 3 عشان تجيب الحته الصغيره. يعني الام دي هنقسم المتوسط كله اللي هو ال15 على 3 فيها ال5، يبقى الام دي ب5. طيب لو كان طلب السي ام خلاص هتبقى قدها مرتين ب10.
طيب البي سي هنا عطالك البي سي ب 14 ماشي خلاص. البي ام لا، دي الحته الكبيره خلاص، يبقى الاي ام دي الحته الصغيره نصها وخلصنا. انت امتى بس بتقسم على التلاته؟ لما يديك السي دي اللي هو المتوسط كله. يعني لو كان عطاني البي اي اللي هو المتوسط كله كنت هقسم السته دي على التلاته يدينا اتنين. انما هنا البي ام هو عطاني البي ام اللي هي الحته الكبيره، اكيد الحته الصغيره نصها. الاي ام هيبقى نص البي ام، يعني نص الستة هتساوي تلاتة. هو عايز بقى المحيط، جمع لي 7 زائد 5 زائد 3 هيديني 15 سنتي. اللي وراها زي ما قلت لك انقش الجملة دي زي ما هي واكتبها. أول حاجة الاف والاي والدي في المنتصفات. طيب يعني كده الاف دي هيبقى نص السي بي، هي نفس الفكرة. طب لما الاف دي ب5 يبقى السي بي هيبقى بكام؟ هيبقى ب10. يبقى السي بي ده ب10. طيب واذا الدي اي هيبقى نص مايل شبه مين؟ شبه الاي سي، يبقى نص الاي سي. طالما الدي اي ب7 يبقى الاي سي هيبقى بكام؟ هيبقى ب14. طيب والاف اي هيبقى بنص الاي بي. لما الاف اي اعطاها لك ب9 يبقى الاي بي 9 و9 18 سنتي. هو عاوز بقى المحيط، جمع لي 10 زائد 14 زائد 18، شوف هتطلع معاك كام. السؤال اللي جنب منه هنا بيقول لك ام هي نقطة تقاطع متوسطات المثلث. حلو. وقال لك اصل السي دي عمودي على الاي ام، يعني الزاوية دي كده من الاخر ب90 درجة. ماشي. عطالك الام سي ب6. طالما الحتة الكبيرة ب6 اكيد الام دي هيبقى بكام؟ هيبقى ب3. طيب وعطالك الاي دي ب5. طيب شايف المثلث ده كده اللي هو ال AMD؟ طبعا انت اول حاجة هتكتبها بما ان M هي نقطة تقاطع متوسطات المثلث لازم تتكتب. اذا عندك السي ام ب6، الام دي الحتة الصغيرة، نص السي ام، نص الستة هيساوي كام؟ 3. ده اللي احنا قلناه. طيب هنا في زاوية قايمة صح؟ يعني في مثلث قائم. بما ان المثلث AMD قائم عند الام، يبقى ال AM هتساوي جذر 5 أس 2 ناقص 3 أس 2. مش ده فيثاغورس؟ مش ده مثلث قائم؟ هتعمل 5 أس 2 ناقص 3 أس 2 ب16، جذر ال16 يديك كام؟ 4. طيب بالله عليك، طالما ال AM الحتة الكبيرة ب4، هو طالب بقى ال ME. ال ME والله يا مستر دي الحتة الصغيرة، يعني نص ال AM، نص ال4 هتساوي كام؟ هتساوي 2 سنتي. اللي وراه بيقول ان معاليك ال AD ده متوسط في المثلث. ماشي، متوسط في المثلث. يبقى اكيد الدي دي فين؟ طالما ال AD ده متوسط، بما ان ال AD متوسط يبقى اكيد الدي في المنتصف. طيب طالما في المنتصف يعني 2x ناقص 3 هساويها ب3x ناقص 8. ودي الاكس مع الاكس، ودي 3 مع التلاتة، يعني 2x ناقص 3x بيساوي 3 ناقص 8. 2 ناقص 3 سالب 1 اكس، 3 ناقص 8 سالب 5. شيل السالب مع السالب، يعني الاكس بتساوي 5. طيب جبت الاكس ب5. قال لي بقى انا المتوسط ده خلي بالك. طب هو عايز طول الاي دي، ماشي. جبت الاكس ب5، طب ما تعوض في اي واحده فيهم، اي واحده عوض. هات البي دي يا عم، اي واحده فيهم. مش هي عباره عن 2 في اكس ناقص 3؟ يعني 2 في 5 ناقص 3. 2 في 5 ب10، 10 ناقص 3 كام؟ 7. يبقى دي ب7. اكيد دي برضو بكام؟ ب7. يعني البي سي كلها بكام؟ ب14. هو طلب الاي دي ده متوسط خارج من رأس القايمة. الاي دي ده متوسط خارج من رأس القايمة، لازم هتقابلها في الامتحان ايا كانت ايه هي المسألة. متوسط خارج من رأس القايمة يبقى هيساوي نص طول الوتر، يعني الاي دي نص البي سي. طب ما احنا لسه جايبين حالا البي سي ب14، يبقى الاي دي نصها، فهتساوي كام؟ هتساوي 7 سنتي. تعال هنا المسألة دي فكرتها برضو مهمة. أولا المثلث اللي تحت مش قائم، بما أن المثلث بي اي سي قائم في الاي. إذا البي سي ده متعرفش تجيبه. هجيبه مثلا عن طريق فيثاغورس. 12 أس 2 زائد 16 أس 2 هيطلع معايا ب400. خد جذرها، جذر ال400 هيطلع معايا ب20، يعني البي سي دي ب20. طيب فوق بقى انت شايف ان دي فين؟ والله يا مستر ده الدي في المنتصف البي سي. طالما في المنتصف يبقى الاي دي ده متوسط صح؟
مش طالما دي في المنتصف يبقى الاي دي ده متوسط. حلو. لاحظت حاجة، الاي دي ده بكام؟ ب10. والبي سي ده بكام؟ ب20. يعني الاي دي هتساوي نص البي سي. لسه قايلين من شوية المتوسط الخارج من رأس القايمة بيساوي نص الوتر. طب ما هو العكس اهو، متوسط وبيساوي نص طول الضلع اللي في وشه، اكيد اكيد طالع من رأس زاوية قايمة. يبقى زاوية الاي اللي هو مسميها هنا بي اي سي هتساوي كام درجة؟ اكيد هتساوي 90 درجة. اللي وراها هنا الدي في المنتصف، الاي في المنتصف، الجي في المنتصف. طبعا الكلام ده يتكتب اول حاجة في البرهان، انقله زي ما هو كده. البي سي عطالك ب 12. حلو. الدي اي طالما الدي في المنتصف والاي في المنتصف يبقى الدي اي قد ايه من البي سي؟ تساوي نصها. يبقى اذا الدي اي هتساوي نص البي سي. نص ال 12 بكام؟ ب6. يبقى اول حاجة الدي اي ب6. طيب انت كتبت برضو ان الجي في المنتصف والاتش. لا هنا ما كتبناش الاتش في المنتصف، هو الراجل ما قاليش. بس انت عندك ارجع تاني معلش، الدي اي بنص البي سي مش بتوازيها برضو؟ يعني الدي اي بتوازي البي سي، لان طالما الدي في المنتصف والاي في المنتصف يبقى الدي اي بتوازي البي سي وبتساوي نصها. طيب طالما بتوازيها يبقى الدي اي برضو بتوازي كمان الجي اتش. ما هي الجي اتش هي البي سي، الاتنين على نفس الخط. يبقى الدي اي بتوازي الجي اتش. طيب وانت قايل ان الجي في المنتصف، يبقى اكيد كمان الاتش هتكون فين؟ في المنتصف. طالما الجي في المنتصف والجي اتش بتوازي الدي اي يبقى اكيد كمان الاتش منتصف الاف اي. طيب الاف في المنتصف والجي في المنتصف يبقى الجي اتش قد ايه من الدي اي؟ الجي اتش هتبقى نص الدي اي. طب ما انت جايب، يبقى النص الستة هيساوي كام؟ هيساوي 3 سنتي. يبقى الجي اتش اللي هو طالبها مني كده هتساوي 3 سنتي. سؤال 42، انت عندك هنا الواي في المنتصف اهو، نقلها زي ما هي الدي والواي والاكس منتصفات الاكس واي والبي سي والاي سي. المهم الواي في المنتصف والاكس في المنتصف زي ما الراجل قال. يبقى الاكس واي مالها بالاي سي؟ بتوازيها وبتساوي نصها. الاكس واي هتساوي نص الاي سي. فنص ال20 بكام؟ ب10. يعني الاكس واي ده ب10. طيب البي دي ده متوسط خارج من رأس القايمة، لأن البي 90 درجة. البي دي ده متوسط خارج من رأس القايمة. قلنا المتوسط الخارج من رأس القايمة بيساوي نص الوتر. يعني البي دي هيساوي نص الاكس واي. فنص ال10 هيطلع معايا بكام؟ ب5 وهو المطلوب.